تمام اوكي. آه نكمل، سوري يا شباب. طيب معلش هعيد بس الانترودكشن بتاعتي فدقيقة واحدة يعني. تاني، أنا مين؟ أنا آه دكتور، أنا عمار عارف. تمام. كنت ستيم أسيوط سينيور 24، يعني السنة اللي قبل اللي فاتت. الحمد لله أنا كنت التاسع على مدرستي، وكنت ال 38 على الجمهورية الحمد لله يعني. طيب أنا حاليا فين؟ أنا حاليا بدرس في سنة تانية كلية الطب البشري، جامعة سوهاج الحمد لله. وان شاء الله يعني انا هحاول اساعدكم في منهج البيولوجي ان شاء الله ثرو اوت سنه اولى كلها ان شاء الله، او جريد 10 يعني. طيب نبدا مع بعضينا بقى. مبدئيا انا هعرفك الاول تذاكر بيولوجي ازاي، حتى لو هتذاكر مع نفسك يعني. أنا مش جاي انا جاي هدفي الاساسي ان انا اساعدك يعني، خلاص. فانا هعرفك ازاي دلوقتي تذاكر بيولوجي حتى لو مع نفسك. مبدئيا اي ماده عندك في الستم، انا بتكلم عن المواد العلميه، اي ماده عندك في الستم بيبقى لها حاجه زي كده. شايفين ايوه تمام. اي حاجه عندك في الستم، اكدوا لي بس ان انتم شايفين الشير سكرين. الشير سكرين اه واضح يا شباب حتى في السكرين الشات؟ ظهر. ها يا شباب، الشير سكرين. طب انتوا سامعيني يا شباب؟ شباب. ايوه 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 سامعينك. تمام. طب دي واحده، واضح عندكم الفايل اللي انا الفايل ده واضح؟ طب الفايل واضح؟ الفايل ده شايفينه المكتوب عليه بيولوجي، ولا مش واضح اي فايلات؟ لا واضح. شباب ايه؟ كل يا شباب انا تقريبا طلعت ودخلت تاني. دقيقة واحدة يا شباب، دقيقة واحدة. ثواني. لا اله الا الله. شايفين كده يا شباب شير دكتور سكرين؟ عم ادخلوا طيب. نعم. انا داخله من جوجل عادي مش منزله. معلش نميوت بس ثانية. تمام. شايفين يا شباب الفايل دلوقتي اهو؟ ايوه كده انتوا شايفين ان شاء الله. طيب ركزوا معايا، دقيقة واحدة. تمام. آه آه انتوا ان شاء الله في اي ماده علميه، اي ماده من المواد العلميه ان شاء الله هيبقى قدام حضرتك حاجه زي كده، فايل زي كده هيتبعت لك ان شاء الله. الفايل ده بيبقى فيه عنوان الليرنينج اوتكم بتاعك او الدرس بتاعك. اكدوا لي بس يا شباب ان انتوا سامعيني كويس. شباب. شباب سامعيني كويس؟ اه سامعين حضرتك. طب في صوره، صورتي انا؟ اه موجوده ظاهره. تمام. طب اوكي. والفايل ظاهر صح؟ ايوه. تمام. زي ما قلنا ازاي تذاكر بيولوجي مع نفسك، خلاص. حتى لو انت عايز تذاكر مع نفسك هعلمك ازاي عامه تذاكر بيولوجي. ان شاء الله هيتبعت لك، انا هبعت لك ان شاء الله الفايل ده هينزل على الدرايف. هو الفايل ده المفروض يكون بعت لكم او يكون معاكم يعني من المدرسه. الفايل ده بيبقى فيه ايه؟ الفايل ده بيبقى فيه كل learning outcome. بص كده، بص معايا، الفايل ده بيبقى فيه كل learning outcome. بص، يعني اهو مثلا اول learning outcome بيبقى عنوان اهو بيولوجي، خلاص. وبيبقى في حاجه اسمها الكونسبتس من تحت. الكونسبتس من تحت دي هي الحاجات اللي انت محتاج، او الحاجات اللي انت مطالب، العناوين اللي انت مطالب انك تعمل لها كفرنج، او انك مطالب انك تذاكرها كويس، خلاص. كلام لذيذ. فانت مثلا في اول ليرنينج اوت كام مثلا المفروض تعرف حاجه اسمها السيل ثيوري، المفروض تعرف حاجه اسمها الديسيز، المفروض تعرف اهو الديسيز، المفروض تعرف حاجه اسمها الفيكتور والنون انفكشوس ديسيز.
المفروض تعرف مرض اسمه الملاريا. فانا مش مهتم دلوقتي، بس انا اهم حاجه بالنسبه لي انك تعرف انك لو عايز تذاكر اي درس، مثلا قررت النهارده انك هتذاكر اول ليرنينج اوتكم، خلاص تمام. فهتعمل ايه دلوقتي؟ هتقوم تفتح الفايل ده. الفايل ده هو اللي بيقول لك، الفايل ده نازل من الوزاره، هو اللي بيقول لك انت هتذاكر ايه او ايه المطالب انك تذاكره في الليرنينج اوتكم ده. خلاص. بيبقى فيه عناوين معينه انت المفروض تذاكرها، تمام، زي ما انت شايف الكونسبت بالشكل ده. طيب كلام لذيذ. انا هجيب المعلومات منين؟ يعني انا كنت زمان في الاعدادي كنت بعمل ايه؟ كنت ببقى في درس بفتح بلاقي فيه معلومات بذاكرها، صح؟ بعد كده بروح احل عليها. مش صح الكلام ده؟ طيب آه آه هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ طب بصوا الاسئله، معلش احنا هنجاوب عليها في اخر السيشن، معلش يعني عشان في ناس بتسال اسئله يعني. خلاص. بعد ما نخلص الجزء ده تمام هجاوب ان شاء الله على الاسئله بتاعتك. طيب دلوقتي انت بتعمل ايه بقى؟ احنا زمان زي ما احنا قلنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنفتح الكتاب ونذاكر الجزء ده. اجيب الجزء ده منين؟ قال لك بص، اقفل كده الفايل ده. خلاص تمام، دان كده معانا الفايل ده. تمام. خلاص دان معانا الفايل ده. نقفله. تمام. تعالى يلا نفتح الفايل التاني. ايه ده؟ قال لك بص، هتلاقي عندك في الفايل اللي فات ده اللي هو اخر فايل ده، هتلاقي في عندك كده مكتوب من تحت انك لو عايز تشوف التكست بوكس او الريسورسز، لو انت عايز تشوف الكتب اللي انت ممكن تذاكر منها، اهو عندك سي باب. خلاص. يونت 3 صفحة 61 161 لحد 170. طب تعالى نشوف الكلام ده. يلا تعالى نشوف الكلام ده. اهو سي باب، اهو فتحت سي باب. وريني يا عم السي باب بتاعك ده. ده كتاب اسمه سي باب برضه، ان شاء الله هبعته لكم. ان شاء الله بعد ما نخلص السيشن على طول ان شاء الله هيبقى موجود على الدرايف برضه. طيب بتعمل ايه؟ بروح للصفحة اللي هو كلمني عليها، 161 لحد 170. فين؟ لا دي 125. نرجع تاني شوية. خلاص. سوري، 161، عايزين 161. دي اهو. فين؟ اهو 161. بصوا كده، صفحة 161 هنا. تمام. فبمسك كده ببص كده بلاقي ايه ده؟ اهو السيل والديسيز، الكلام الكونسبتس اللي كان بيقول لي ايه. اعرفها، فاكر؟ مش لما شفنا في الفايل اللي فات لقينا ايه؟ لان انك المفروض مش عارف تذاكر يعني ايه سيل، تذاكر يعني ايه ديسيز، تذاكر مرض اسمه مرض الملاريا. خلاص. دي الحاجات اللي كان مطلوب منك انك تذاكرها. تمام. فانت بتفتح بتلاقي في الكتاب ده العناوين بس بشكل ايه يعني. بص الاجزاء دي مالهاش اي 30 لازمه. خلاص. امال ايه الاجزاء المهمه اللي زي كده؟ هي دي اللي ليها 30 لازمه، اللي هي القطع المهمه دي اللي بتقراها. خلاص. فبتيجي تعمل ايه؟ بتيجي من الكتاب ده تقرا الكتاب ده. خلاص. تقرا جدول مهم تقراه. خلاص. الحاجات دي كلها اللي هي خطوات دي غالبا ما بيكون لهاش لازمه. خلاص. عامة يعني انت بتقرا كله وبتركز بس زي ما قلت لك على القطع. ايه ده؟ اهو مرض الملاريا اللي كان بيحكي لي عليه، بيقول لي انا عايزك تذاكر وتعرف يعني ايه مرض الملاريا. خلاص. ايه ده؟ اهو ده حط لي مرض الملاريا هنا وعامل لي قطعه كبيره عنه، المفروض اقراها القطعه دي. تمام. كلام لذيذ. بس وبنيجي نقف عند صفحه 170 اللي هو قال لنا نقف عندها. طيب كده انا ذاكرت كده. ايه رايكم كده؟ انا كده هل خلصت كده وذاكرت كل حاجه؟ لا، كده ما ذاكرتش حاجه. انت كده يا دوبك بس عرفت ايه اللي عليك. عرفت ايه اللي عليا؟ الكتاب ده مجرد كتاب صغنطط كده بيديك كده زي معلومه صغيره. ده الكتاب اللي نازل من الوزاره بالنسبه اللي هو كتاب سيبك، او نازل من المنحه الامريكيه يعني. فالكتاب ده هو كتاب اللي بيديك كده ايه زي كده معلومه طفيفه كده. يقول لك ايه انت المفروض يعني تعرف ايه، يعني مثلا يديك معلومه كده يعني ايه ديسيز على الخفيف كده، يعني ايه ميكروب، مش عارف يعني ايه، حاجات بسيطه كده يقعد يكلمك كده على السريع وخلاص. تمام. فبيديك يعني معلومات بسيطة جدا ما تدخلكش امتحان. خلاص. طيب بعمل ايه يا دكتور؟ انا دلوقتي فتحت شفت ايه اللي المفروض، فتحت الفايل اللي حضرتك قلت لي انا عليه ده، بتاع اللي مبعوت من المبعوت من الوزارة، اللي بيقول لي ايه العناوين او الكونسبتس اللي المفروض اعمل لها كفرنج او المفروض اذاكرها. تمام. بعد كده قمت فتحت الكتاب ده خلاص وخدت فكرة عن اللي المفروض اذاكره زي ما انت بتقول. انا كده خدت فكرة. طب بعمل ايه؟ بفتح اخر كتاب. شايفين الكتاب ده اسمه كامل؟ ان شاء الله برضو هنزل لكم على جوجل درايف. تمام. طيب ايه بقى الكتاب ده؟ قال لك الكتاب ده هو متداول، اكيد انت سمعت عنه يعني. اكيد 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 الكتاب ده سمعت عنه. دي واحدة. كتاب كامبل ده هو الكتاب اللي بيبقى فيه معلومات كافية بقى، المعلومات اللي فعلا يعني
تخليك فعلا تقدر ايه، تقدر تخش الامتحان. خلاص، فبتفتح الكتاب ده، مفيش ما يعني مفيش حد ما مش بيقول لك انت تذاكر منين. انت مثلا عارف انك المفروض تاخد السل، خلاص، فبتيجي مثلا هنا وتقوم تشوف شويه حاجات عن السل هنا. طبعا مش بتشوف يعني كل الكتاب ده كله، مش هتاخده يعني اكيد. اكيد انت مش هتاخد الكتاب ده، الكتاب ده 1200 صفحه اكيد لا. انت بتاخد ايه، ده ريفرنس كبير، فانت بتاخد ايه، بتاخد بس كونسبت صغير. انا المفروض مثلا شفت دلوقتي ان المفروض اذاكر السل، خلاص خلاص زي الفل، انا هروح دلوقتي اشوف شويه حاجات عن السل هنا. طبعا مش هشوف كل حاجه، فانا مثلا ايه، ادي صفحه 94، نجيب صفحه 94، دقيقه واحده. فين صفحه 94؟ صفحه كام؟ لا نزلنا تحت كام؟ صفحه 94، تاني شويه. ادي صفحه 94 جاي، بصوا اهي. فين؟ صفحه 94، التور اوف ذا سيل، خلاص. فانا المفروض مش مطالب مني، شايف الشابتر، شايف، بص، انزل معاك انزل معاك انزل معاك، شايف الشابتر كبير ازاي؟ خلاص، ده حاجات كتيرة جدا وكبيرة جدا، ايه الكلام ده كله؟ هل عليك كل الكلام ده؟ لا، مش عليك كل الكلام ده. انت بتاخد بس العناوين اللي عليك، خلاص. يعني مثلا اذاكر مثلا الخلية، اذاكر الديسيز، اذاكر مش عارف ايه، اشوف الحاجات بس الصغنططة اللي عليا واذاكرها واهتم بيها. طب انا كده معاك زي الفل، فهمت يا دكتور، تمام، قدام زي الفل. يبقى انا كده تاني، احنا بنعمل ايه عشان نلخص مع بعض؟ بنعمل ايه؟ بنفتح الفايل ده، بنبص، ثانية، نفتح الفايل ده، بنبص على الكونسبتس. خلاص، ايه الكونسبتس المفروض اعملها كفر؟ بعد كده بفتح الكتاب ده اللي هو اسمه سيباب، خلاص، بفتح سيباب، باخد فكرة عن اللي المفروض اذاكره. بعد كده بفتح كامبل، بغوص بقى وباخد المعلومات المهمة اللي المفروض ايه، المفروض اذاكرها. صح الكلام ده؟ تمام. آه... اوكي، سامعين يا شباب؟ اكدوا عليا بس. صوت تمام، كل حاجة تمام يا شباب؟ اه تمام. تمام. طيب، ده النظام اللي انت بتعمله بتشتغل بيه في البيولوجي، تمام. طب احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا ايه، او الكورس بتاعنا بيوفر ايه؟ الكورس بتاعنا، شايف كل الحاجات دي انا عملتها قبلك. انا فتحت الليرنينج اوتكم، شفت الكونسبتس، فتحت سيباب، خدت فكره، فتحت كامبل. ومش كامبل بس على فكره. ليه مش كامبل بس؟ لان كامبل مش هيبقى اللي هو الكتاب الاخير ده، اللي هو الكتاب المليان اسمه كامبل. كامبل ده مش هيديك في حاجات كتير جدا مش موجوده فيه. يعني ايه رايك، اول ليرنينج اوتكم مش موجود في كامبل، اللي هو انا بتكلم عليه ده مش موجود في كامبل، تمام. ف آه... آه... فانا بقى فتحت كامبل، وفتحت كمان سورسز من على الانترنت، وفتحت كذا مكان، وفتحت كذا كتاب تاني. ورحت عملت ايه، عملت لك فايل واحد، اللي هو الفايل ده. ثانيه واحده بس نفتحه من مكان اشيك، دقيقه واحده. هنا اهو، عملت لك فايل واحد اللي هو ده. شايف كده، بص معايا كده، شايف الفايل ده؟ الفايل ده لميت لك فيه كل حاجه ممكن تحتاجها، خلاص، في الليرنينج اوتكم الاول، او في الليرنينج اوتكم. منين؟ من زي ما احنا قلنا، واحد، عرفت الكونسبتس اللي عليك، شفت وخدت عنها فكره من كامبل، وشفتها، شفت سوري فكره من سيبك، ورحت ذاكرتها من كامبل، او الكتاب الكبير الكبير قوي ده اللي فيه معلومات كتير جدا، ذاكرتها من كامبل. وكمان ذاكرت من معلومات من كتب تانية خارجيه ومن سورسز خارجيه، وقمت جيت حطيت لك كل الكلام ده فين؟ في فايل صغنطط. الفايل ده كام صفحه؟ كام صفحه؟ 13 صفحه. بصوا اهو، الفايل 13 صفحه، تمام. ادي ده الليرنينج اوتكم الاول. في حد بيقول حاجه؟ تمام. ادي ده الليرنينج اوتكم الاول. شفت الليرنينج اوتكم الاول؟ ده بكل بساطه اللي الكورس بسطه لي، ان انا بس لخصت عليك الطريق، بدل ما انت تاخد كل الحوار ده، تبدا تعمل كذا وكذا وكذا، تاخد من كويس. لا، انا لميت لك كل حاجه في فايل، بشرح لك الفايل ده، وكمان بعمل لك حل. يعني كمان بجيب الامتحانات القديمه واحلها معاك، بجيب الاسئله المهمه وبحلها معاك، بجيب اسئله من على الانترنت وبحلها معاك. وكمان ليله الامتحان بتجيب بشوف كده ممكن ايه الاسئله او اكتر اسئله ممكن تجي لك وبحلها معاك، تمام. فده اللي احنا بنعمله مع بعض. طب كلام لذيذ. يبقى انا كده خلاص عرفتك مبدئيا انا مين، عرفتك ازاي تذاكر بيولوجي، عرفتك ايه بقى اللي الكورس بتاعي او الكورس بتاعنا وفره لك، ان انا لخصت عليك الطريق.
خلاص عملت لك فايل صغنطط، انت الفايل ده لو ذاكرته خلاص انت كده قفلت ان شاء الله الماده. وبعد ما تذاكره ان شاء الله وتحل معانا، مش يعني تذاكره بس تذاكره، تسمع شرحي وتذاكره وتحل معايا. خلاص تسمع شرحي تذاكره تحل معايا، تمام الاسئله. وكده خلاص انا اضمن لك بالثلاث حاجات دول انك ايه هتقفل البايولوجي، بدل بقى ما تخش بقى من هنا وتروح تشوف الكونسبتس اللي عليك، تاخد فكره عن سيبا، بتاخد مش عارف ايه. فده اللي انا الحمد لله قدرت اوفره لك من الكورس بتاعي. طيب كلام لذيذ. آه، ناخد فتره صغنططه تمام للي عايز يسأل عن أي حاجة في ستيم، أي حاجة في البيولوجي، أي حاجة في المذاكرة في ستيم، أي حاجة أو مشكلة واجهته. خلاص سواء كان عايز يكلمني على الشات، سواء كان عايز يكلمني يفتح المايك ويكلمني. خلاص ناخد واحد واحد لو حد عايز يسأل يعني. لو محدش عايز يسأل خلاص تكمل، بس شوف لو حد يعني عايز يسأل. اتفضلوا يا شباب اللي عايز يسأل. أنا سامع أي حاجة. كمل حضرتك يا مصر، كمل. مفيش حد عايز يسأل أي حاجة؟ كمل يا دكتور، كمل. تمام. أوكي طيب. مش مشكلة، أنا كنت لو كنت كنت مستني أسئلتكم يا جدعان، بس أوكي مش مشكلة عادي. نهاية آه السيشن. و... طيب اوكي. المفروض هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك بقى هنبدا خلاص، يعني هنبدا في مذاكره الليرنينج اوت كام الاول. تمام. يلا مع بعضينا. معلش بس ثانيه. ممكن بس تاكدوا لي ان الشير سكرين ظاهر، ظاهر الورقه البيضاء اللي انا فتحتها دي في الشات، او حد يقول في المايك ظاهر الورقه البيضاء دي. الورقه البيضاء اللي ظاهر الفايل. بشخبط فيها اهو. ظاهره ورقه بيضاء. اه كده ظاهرة. اه، النوتس اكدوا لي بس يا جدعان عشان اكمل. ايوه ايوه كده. ظاهر. تمام. تمام اوكي. تمام. طيب كده احنا عرفنا ازاي اذاكر بيولوجي، وعرفنا عرفنا ازاي الكورس بتاعنا او ايه اللي الكورس بتاعنا بيوفره لك. بالمناسبه يا شباب الكورس بتاعنا هيكون فور فري لحد المترم. يعني انا هقعد اشتغل معاك الليرنينج اوت كام، اشرحه لك، بعد كده نحل مع بعضينا، وبعد كده ن... ن... بعد كده ان شاء الله كمان نفضل شغالين كده لحد ما نخلص لحد الميد تيرم. ليله الميد تيرم هراجع لك على كل الليرنينج اوتكمز اللي داخله في امتحان الميد تيرم. وكمان هحل معاك اسئله، اسئله الامتحانات القديمه تاني. وكمان ان شاء الله هحل معاك الاسئله اللي انا حاسس او الاسئله اللي أنا متوقع انها ان شاء الله هتيجي في الامتحان. فان شاء الله لو انت كنت مذاكر كويس وحضرت المراجعه دي ان شاء الله هتقفل البيولوجي يعني ان شاء الله. وعادي جدا تجيب اي بلس. يعني انا ناس صحابي كتير جدا، يعني في كتير جدا في ستيم يعني بيجيبوا اي بلس عادي يعني. فالدنيا مش صعبه زي ما انتم متخيلين. تمام. يلا بقى نبدا بقى باول ليرنينج اوتكم او اول ال او. خلاص. تمام. بص يا شباب، طب هو الشاشه، بص انا دلوقتي هكتب خط، الشاشه بتتاخر ولا الشاشه تمام؟ يعني انا بكتب دلوقتي بتتاخر معاكم ولا الشاشه تمام؟ معلش يا دكتور، هي الحصة مسجلة هتنزل على الجروب ولا لأ؟ يس. مفيش حاجة اتكتبت يا دكتور. تمام. خلاص طب دقيقه واحده، احاول اشتغل على الداتا ثانيه عشان بس شكل النت مش كويس. فثانيه واحده، يا رب ما يطلعنيش بس من الشاشه. دقيقه واحده يا شباب، وهنقل على الباقي، بس ثانيه واحده. تمام. تمام.
ثانية واحدة. إيه. دقيقة واحدة خليك معايا بس. كده أعتقد الموضوع أسرع صح؟ الخط بيظهر قدامك صح؟ ها؟ اه كده تمام. يعني دلوقتي أهو ظهر دلوقتي صح؟ اه اه ظاهر. تمام. يلا بقى نبدأ مع بعضينا كده إن شاء الله. نبدأ في أول learning outcome. خلاص إن شاء الله عليكم في البيولوجي. واحدة واحدة مع بعضينا كده، وإن شاء الله يعني مش هناخده كله، إن شاء الله إحنا هناخد بس نصه بالظبط، يعني جزء صغنطط جدا جدا جدا، فدونت وري يعني. نعم دقيقة واحدة بس. أهو يلا. طيب أول learning outcome عندكم في المنهج بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن خدتوه في المدرسة؟ حد خد في السمر كامب أول learning outcome ولا ما خدتوش لسه أي حاجة؟ لا لسه ما خدناش حاجة. آه. دخلتوا طبعا حتى معامل البيولوجي، اللابس بتاعت مم. البيولوجي؟ مفيش حد دخلتوها صح؟ شرح حاجة والله كده، هي كل ما دخلناش غير نص سيشن. بس شفتوا المعمل شكله إيه؟ شفتوا مايكروسكوبس؟ اه. طب كويس. احنا لسه تمام. السمر كامب ما بدأش عندنا عشان احنا سيم العريش. بالنسبة لي انتوا انا. انا سمعت هي لسه فاتحه دلوقتي صح؟ لسه فاتحه السنه دي صح؟ اه ايوه التسكين يوم الاثنين. يوم الاثنين انتوا اتاخرتوا جامد كده. هتبداوا سمر كام يوم الاثنين على كده او يوم الثلاث؟ هيبقى مش عارفة ممكن 3 ايام بس هنقعدهم بعد كده نبدأ دراسة. مش مشكله عادي بقى. اول السمر كام مش مهم قوي يعني. اهم حاجه الدراسه يعني ان شاء الله. تمام. آه... يلا بقى نبدا مع بعضنا اول ليرنينج اوتكم. واللي عنده اي اسئله، اللي مش فاهم اي حاجه يبلغني على طول، يتكلم في المايك او يتكلم في الشات. تمام. يلا نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اول ليرنينج اوتكم او اول درس بيتكلم عن ايه؟ انا هقول لك الكونسبتس اللي محتاج تعرفها في اول ليرنينج اوتكم. اول ليرنينج اوتكم مبدئيا كده اسمه السيل بيولوجي. تمام. خلاص. هناخد مع بعضنا كده حاجات كده بسيطه جدا، تمام، وهو اصلا من اسهل الليرنينج اوتكمز، فانت بالراحه خالص ركز معايا وان شاء الله هتفهم كل حاجه. طيب نمسك كده الكونسبت. هكتب العناوين اللي احنا محتاجين نعرفها الاول، وبعد كده هنشرحها مع بعضنا واحده واحده. بسم الله. أول حاجة محتاج تعرفها هو حاجة بنسميها السيل ثيوري. هنعرف يعني إيه السيل ثيوري مع بعض. تمام. تاني حاجة محتاج تعرفها هي حاجة بنسميها الميكروسكوبس. أكيد شفتوا الميكروسكوبس إن شاء الله تكونوا شفتوا، يعني إن شاء الله تكونوا شفتوا الميكروسكوبس عندكم في المعمل. خلاص هناخد الميكروسكوبس والأنواع بتاعتها and التايبس بتاعت الميكروسكوبس. خلاص. كلام لذيذ. وبعد كده هناخد حاجة اسمها الديسيز أو المرض. هناخد الديسيز او المرض عادي يعني. يبقى انا مالي بيس اللي هو ايه اللي بتقول يلا فتحاها انهي خرا باين. تمام. هناخد الديسيز او المرض. معلش يا شباب خلي بالكم من المايكس بس عشان ما تفضلوش فاتحينها يعني. المهم يعني هناخد الديسيز او المرض. آه وبعد كده هناخد انواع الديسيز. هنعرف ان في نوع اسمه infectious disease. إيه اللي بيحصل ده؟ هنعرف ان نوع اسمه infectious disease، ونوع اسمه non infectious disease. يعني من الاخر كده هو الديسيز المعدي والديسيز الغير معدي. المرض المعدي والمرض الغير معدي. خلاص. وبعد كده هناخد على السريع كده حاجة في الآخر كده اسمها الديسيز and human sustainability. خلاص. يبقى دي الحاجات او الكونسبتس اللي ان شاء الله احنا هنذاكرها مع بعضينا او هناخدها مع بعضينا ان شاء الله النهارده. اول حاجه اسمها السيل ثيوري. حاجه سهله جدا وبسيطه.
بعد كده الميكروسكوبس، هنعرف الميكروسكوبس. اكيد انتوا شفتوا نوع من انواع الميكروسكوبس عندكم في اللاب، هنعرف ان ده نوع وان في انواع تانية. تمام، احنا مش هناخد انواع كتير يعني، هم بس نوعين. النوع اللي شفته من في فضل. مين فاطمه يا جدعان اتكلموا؟ يا النوع ما اللي شفته النوع اللي شفته في النوع اللي شفته في الايه، النوع اللي شفته في اللاب. تمام. والنوع اللي شفته في والنوع اللي شفته في الايه، ونوع تاني ما شفتوش يعني. خلاص. وبعد كده هناخد الديسيزز او الامراض، وهنعرف ان في امراض معديه وامراض غير معديه، وهنعرف ايه حوار الامراض المعديه وايه حوار الامراض الغير معديه، وهنعرف شويه معلومات عنهم صغيره وبسيطه. وبعد كده هناخد علاقه الديسيز بالانتاجيه او الهيومن سستينابيلتي، يعني لما الناس اللي في المجتمع يكون عندهم امراض، خلاص، هل ده هيزود الانتاجيه ولا هيقلل الانتاجيه؟ هنعرف مع بعضنا ان شاء الله. تمام. كلام لذيذ. يلا كده نبدأ مع بعضينا بأول حاجة خالص، حاجة اسمها السيل ثيوري. حاجة اسمها السيل ثيوري. السيل ثيوري بالعربي معناها نظرية الخلية. خلاص. طيب، بص يا باشا، ركز معايا. بص، العلماء زمان لما بدأوا يدرسوا بيولوجي، خلاص، آم، كانوا فاكرين ان الانسان ده كله على بعضه كتله، يعني مش بيتكون من اجزاء اصغر. يعني كانوا فاكرين ان ايه، ان النبات ده كله على بعضه كتله، ان الحيوان ده كله على بعضه كتله، مش بيتكون من اجزاء صغيره. بعد شويه تطوروا بقى، فتحوا بقى البني ادم ده، لقوا جواه اعضاء او اورجانز. بعد شويه مش عارف ايه بتاع، قعدوا يتطوروا اكتر واكتر لحد ما اكتشفوا الميكروسكوب. الميكروسكوب اللي هو الميكروسكوبات يعني. فلما اكتشفوا الميكروسكوبات قدروا يبصوا على الخلايا اللي جوه اللي بتكون الأعضاء يعني أو الأورجنز. خلاص. فسموا النظرية دي نظرية الخلية. سموا النظرية دي نظرية الخلية، إن الإنسان بيتكون من خلايا. إيه بقى حوار نظرية الخلايا؟ نظرية الخلية، نظرية الخلية بتقول لك ثلاث حاجات. إن any organism، ثانية واحدة، إن any organism، انه any organism بيكمبوز of one or more cells. كل الاورجانيزم بتكونسيست of cells. يعني انا لو خدت حته من جلدي وحطيتها تحت الميكروسكوب هلاقي خلايا او سيلز. لو خدت حته من انيمال، فار، قطه، كلب، خدت حته من اي انيمال وحطيته تحت الميكروسكوب هلاقي خلايا. لو خدت بلانت وحطيته تحت الميكروسكوب هلاقي خلايا برضه. يعني اي حاجه بتتكون من سيلز، اي حاجه بتتكون من سيلز. فدي اول حاجه بتقولها لك النظريه. هم اكتشفوا ان كل الحاجات بتتكون من خلايا، فعملوا حاجه اسمها السيل ثيوري، وراحوا قالوا ايه، قالوا ان all organisms، اي living organism، اي كائن حي بيتكون من خلايا. طب كلام جميل. ايه تاني حاجه انت قلتها؟ تاني حاجه انا قلتها لك، او تاني حاجه النظريه دي بتقولها لك، ان السيلز ان السيلز هي البيزك يونت اوف ليفنج اورجانيزم. يعني هي اصغر تكوين لليونت اورجانيزم. ان السيل هي البيزك يونت للايه، للليفنج اورجانيزم. بمعنى يعني اي ليفنج اورجانيزم هلاقيه بيتكون من خلايا. طب ما انت بتعكس الكلام، بتقول ان الخلايا، ان كل الاورجانيزمز، يعني كل الليفنج اورجانيزمز او الكائنات الحيه، انسان، قطه، كلب، اي حيوان، اي نبات، بيتكون من خلايا. وان الخلايا هي البيزك يونت، او هي الحاجه الصغيره اللي بتكون الايه، الليفنج اورجانيزمز، اللي هو سواء كان انسان، كلب، قطه، اي حيوان، اي نبات. طب ما انت بتعكس الكلام. هو بيعكس الكلام بس هو عشان يحاول يوضح للناس يعني. فدي الحاجتين اللي بتقولهم السيل ثيوري: واحد، ان كل الاورجانيزمز بتتكون من خلايا. اتنين، ان الخلايا هي البيزك يونت اوف ليفنج اورجانيزمز. طيب، هتلاقي في كلمه صغنطوطه كده بنسميها structural and functional unit. يعني ايه structural and functional unit؟ يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه هي؟ يعني انا عرفت ان هي البيزك يونت. يعني ايه basic structural and functional unit؟ يعني هي اصغر حاجه ممكن ابني بيها structural، ممكن اعمل بيها structure، ممكن ابني بيها حاجه. خلاص، ممكن ابني بيها جسم انسان. وهي اصغر حاجه ممكن تخلي الجسم الانسان يعمل الوظائف الحيويه. يعني بص، هو مش مهم قوي انت تعرف ان هي البيزك ستراكشر اند فانكشنال. مش فاهم، مش لازم قوي تفهم يعني ايه ستراكشر اند فانكشنال.
بس اهم حاجه تعرف ان هي البيزك يونت. طيب، ايه تالت جزء من السيل ثيوري او نظريه الخليه. تالت جزء ان كل السيلز او كل الخلايا بتارايز من بري اكزيستنج سيلز. ايه الكلام ده؟ بعد اذنك، لا اشرح. حاضر اشرح. فاكر زمان خدت حاجه اسمها الانقسام الميتوزي؟ فاكر انقسام ميتوزي؟ خدتها في سنه في الاعداديه يعني، او ميتوتك ديفيجن. فاكر الانقسام الميتوزي او الميتوتك ديفيجن؟ ان يكون في عندك خليه، وبعد كده الخليه دي اهو خليه، والنواه بتاعتها او النيوكليس بتاعتها، وبعد كده الخليه تبقى ايه؟ تبقى خليتين، تنقسم وتبقى خليتين، صح؟ تبقى خليه وخليه. خدت الانقسام الميتوزي او الميتوتك ديفيجن. يبقى انا لو جيت بصيت على الخليه دي، خلاص، الخليه دي هل قررت من نفسها كده انها تجمع شويه حاجات وتعمل نفسها، ولا هي جت من خليه اوريدي كانت موجوده اللي هي الخليه دي؟ خلاص، لا، جت من خليه اوريدي كانت موجوده. فدي ده معنى كلمه ان all cells، كل الخلايا بتارايز من بري اكزيستنج سيلز، يعني سيلز كانت موجوده اوريدي، فالسيل دي بتنقسم وتعمل لك خلايا جديده. طب حاجه تاني برضه، فاكر زمان لما كنا بناخد حاجه اسمها المايوتيك ديفيجن او الانقسام الميوزي؟ فاكر كنا بناخد الانقسام الميوزي في سنه ايه؟ برضه في الاعداديه. يعني ايه انقسام ميوزي؟ يعني يبقى عندك خليه، والخليه دي تقوم تنقسم، فتعمل لك ايه؟ فتعمل لك السبيرم، خلاص، او تعمل لك الاوفا، الايج او الاوفا. انا مش فاكر بصراحه اوفا كانت يعني ايه بالعربي، بس السبيرم اللي هو الحيوان المنوي. تعمل لك السبيرم والاوفم او الايج، صح؟ كنا بنقول بعد كده ان السبرم ده بيروح يتحد مع الاوفم، ويقوم يعمل لك الزيجوت، يعمل لك سيل واحده. يبقى ادي ايه؟ ادي سيل. السيل دي بتنقط سيل موجوده في جسمك، خلاص. موجوده بالذات فين؟ موجوده بالاخص فين؟ في التستيز او الاوفرز، خلاص. موجوده في الخصيه او في الايه، او في الاوفرز. مش فاكر يعني ايه برضو اوفري بالعربي بصراحه. بس الاوفرز اللي هي زي التستيز، بس في الفيميل او في الايه، في الومن يعني. تقريبا فالسيل دي البويضة. البويضه. فالسبرم، السبرم او الحيوان المنوي، والاوفم اللي هي البويضه، بيقوموا يتحدوا مع بعضهم ويعملوا ايه؟ ويعملوا سيل بنسميها الزيجوت. مش عارف برضو اسمها ايه بالعربي، بس يعني مش مشكله، اكيد انتوا فهمتوها يعني. فالزيجوت دي بتقوم تعمل ايه؟ بتقوم تكون البادي بتاع حضرتك، وبتكونك انت. يبقى كل الخلايا اللي في جسمك جت من سيل اوريدي كانت موجوده في الاب والام. فده معناه ان كل السيلز، سوري، ده معناه ان كل السيلز بتيجي من سيلز كانت اوريدي موجوده. بس خلاص، دي معنى السيل ثيوري، وده المطلوب منك في السيل ثيوري، مش مطلوب اكتر من ثيوري. تمام. الصوت كده طب واضح يا عبد الله؟ الصوت واضح؟ تمام. تمام كده. هو معلش النت بس بيقطع المره دي، ان شاء الله هحاول احل المشكله دي المره الجايه. الصوت كده واضح؟ اه تمام. تمام. آم، طب نعيد تاني معلش، يلا. السيل ثيوري بس هنراجع على السريع يعني. السيل ثيوري كانت بتتكون من ايه، او بتقول لي ايه؟ واحد، ان all organisms، يعني كل الكائنات الحية، البني آدم، الكلب، القطة، أي حيوان، أي بلانت، أي نبات، خلاص، بتconsists of cells، بتتكون من خلايا. تاني حاجة عكس الكلمة دي، إن السيلز are the basic unit of any organism. يعني السيلز اني اورجانيزم او ليفنج اورجانيزم، يعني السيلز هي اي هي البيزك يونت، هي اصغر حاجه ممكن ابني بيها اورجانيزم. وتالت حاجه هي ايه؟ هي ان all cells، كل الخلايا، comes get from pre
existing cells، يعني كل الخلايا جت من خلايا كانت اوريدي كل خلايا جت من خلايا كانت اوريدي موجوده قبل كده. تمام، كلام لذيذ. خلصنا كده السيل ثيوري. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ تخيل ده كونسبت عندك، موضوع ده اللي مطلوب منك بس تعرفه عشان تعرف ان الموضوع سهل وبسيط. يعني ما تضغطش نفسك. شايف انت على فكره، انت بعد ما تخلص السيشن ممكن تذاكر كل اللي احنا خدناه في نص ساعه او ربع ساعه. بس انت تقعد بس ربع ساعه ونص ساعه بعد السيشن ذاكر كل ده، مش هياخد منك وقت خالص. فما تخافش يعني. خلصنا كده السيلفيه او نظريه الخليه. فهمنا عن ايه نظريه الخليه، وان العلماء لما اكتشفوا ان الكائنات الحيه او الليفنج اورجانيزمز بتتكون من خلايا او سيلز، راحوا عملوا نظريه الخليه دي. ودي الثلاث حاجات اللي بتقولها لي نظريه الخليه او اللي بتقولها لي السيل ثيوري. طب لازم تحفظهم؟ يعني هم ثلاث حاجات سهلين اصلا احفظهم. تمام، في حاجتين عكس بعض، يعني الموضوع سهل بالنسبه للسيل ثيوري. طيب كلام لذيذ. خلصنا السيل ثيوري. نبدأ بعد كده في الموضوع أو الكونسيبت اللي بعد كده اللي هو الميكروسكوبس. تمام، يلا نبدأ في الميكروسكوبس. مبدئيا كده، مبدئيا يعني إيه ميكروسكوب؟ ميكروسكوبس يعني إيه ميكروسكوب؟ قال لك هو عبارة عن انسترومنت أو أداة بستخدمها عشان أشوف السيلز. خلاص، يبقى هي انسترومنت used، هي انسترومنت أو أداة. خلاص، used أو بستخدمها to view the cells، عشان نشوف الخلايا. خلاص. طيب، هل في انواع للميكروسكوبس؟ في انواع كتير جدا. طيب انت عليك ايه؟ انت عليك نوعين بس، أهو. دول النوعين اللي عليك. تمام، ايه الكلام ده؟ ما تخافش يعني، هنشرحه مع بعضينا. اول واحد بص لي كده، اللي على ايه؟ اللي على الشمال ده. تمام، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه اللايت ميكروسكوب. ده نوع من انواع الميكروسكوبس بنسميه اللايت ميكروسكوب. خلاص، ده انت شفته عندك في اللاب او في البيولوجي لاب او في معمل البيولوجي. ده انت دخلته، اعتقد في ناس ممكن تكون ناس جربته وشافت سيلز خلايا تحت الميكروسكوب. فده الميكروسكوب اللي انت بتشوف في اللاب. طب الميكروسكوب ده بيتكون من ايه بعد اذنك يعني؟ سهله جدا. الميكروسكوب ده بيتكون من فوق، تعال ناخده من فوق لتحت. بيتكون من فوق من الاستراكشر اللي انت شايفه ده. ده ايه ده؟ ده شويه لينسز، عدسات، شويه عدسات. الميكروسكوب بيتكون بيها العدسات دي، انت حضرتك بتبص فيها. خلاص، وتبدا تشوف الخلايا تحت. طيب، الحته دي ايه؟ الحته دي هي الستاند. يبقى دي اول حاجه، دي هي اللينسز. خلاص، طب الحته دي هي ايه؟ هي الستاند. يعني ايه ستاند؟ يعني حاجه بحط عليها السلايد بتاعتي او الخليه. بجيب حته من الخليه واقوم احطها هنا. يبقى هنا بحط السيلز او السامبل بتاعي او السبيسمن. عارف يعني ايه سامبل او سبيسمن؟ العينه، السبيسمن. بحط السبيسمن او السامبل بتاعي هنا. خلاص، ايه اللي هي مثلا حته من جلد، حته من جلد حيوان، حته من الكبد بتاع اي حيوان، حته من اي بلانت اي نبات. باخد الحته دي واحطها على السلايد او بحطها على السلايد دي اللي هي حته الازاز كده، حته ازاز كده. بقوم حاطط عليها العينه دي واقوم حاططها على الستاند. خلاص، حته الازاز دي اللي عليها العينه بنسميها سامبل او السبيسمن، العينه بتاعتي. بحط العينه بتاعتي على الستاند. وبعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بشغل اللايت اللي تحت ده. عرفت ليه سموه لايت ميكروسكوب؟ عشان هو بيستخدم ضوء او بيستخدم لايت. خلاص. طيب، انا فهمت دلوقتي انا بعمل ايه. ببص على اللينسز وبحط السبيسمن بتاعتي او العينه بتاعتي بحطها على الستاند. وباجي تحت العدسه على طول. خلاص، تحت العدسه عشان ابص عليها من العدسه هنا. خلاص، وببدا بعد كده بشوف بولع النور وبشوف الخليه. طيب، عشان كده يبقى ليه سميناه لايت ميكروسكوب؟ عشان هو بيستخدم لايت. طب بيشتغل ازاي؟ قال لك والله اول ما انت بتشغل النور. خلاص، يبقى اول ما انت بتشغل النور بيقوم يعدي كده ويروح يخبط في العينه اللي انت حاططها. طب الضوء لما بيخبط بيعمل ايه؟ بينعكس. خلاص، فالانعكاسات دي بتقوم معديه في اللينس. خلاص، وتروح للاي بتاعت حضرتك. ادي الاي بتاعت حضرتك اهو. خلاص، تروح فانت تبص على العينه من تحت وتشوف الخلايا. تشوف كده سيلز جنب بعضيها اهو كده. ادي هي خليه
جنبيها خليه، وجنبيها خليه، واللي انا برسمه في النص ده النيوكليس او النواه بتاعت الخليه. فتشوف السيلز من تحت. خلاص. ده اللي انت هتستخدمه، وده اللي انت هتشوفه في خلال فتره الثانويه كلها. خلاص. ان هو عباره عن ميكروسكوب حلو كده، خلاص، اسمه لايت ميكروسكوب. تمام. بيبقى بنبص عليه من اللينسز، بنحط السبيسمن او السامبل بتاعتنا، بنحط السبيسمن او السامبل بتاعتنا. تمام. بنحط السبيسمن او السامبل بتاعتنا وبنولع النور وبنبص، بس بنشوف الخلايا. طيب، ايه بقى الشكل المكعبر ده اللي على اليمين ده؟ قال لك ده نوع تاني من انواع الميكروسكوبس، سهله جدا. خلاص. هو ده نوع ادق. يعني انا لما بشوف الخليه باللايت ميكروسكوب بشوفها عادي وزي الدنيا زي الفل، بس مش بقدر اشوف حاجات. يعني مثلا مش بقدر اشوف قوي. مثلا انتوا عارفين طبعا الميتوكوندريا، مش بقدر اشوف الميتوكوندريا مثلا من جوه. يعني هنا ما اقدرش اشوف الميتوكوندريا مثلا، الميتوكوندريا ما اقدرش اشوفها من جوه، ما بلاقيهاش، ما بلاقيش ميتوكوندريا. خلاص. طب لو انا عايز اشوف الميتوكوندريا دي مثلا، خلاص، اعمل ايه؟ قال لك بستخدم النوع التاني ده اللي بنسميه الكترون مايكروسكوب. الكترون مايكروسكوب. خلاص. يبقى انا لو انا عايز اشوف الخلايا بشكل ادق، اشوف حاجات جوه الخليه زي الميتوكوندريا، حاجات ستراكشرز كده جوه الخليه، ان شاء الله هندرسها بالتفصيل في الدرس الجاي. او ان انا اشوف حاجات ادق في الخليه، لا بستخدم بقى واحد اكبر اسمه الالكترون ميكروسكوب. ده صعب جدا تشوفه في الثانويه، ده بيبقى موجود في الجامعات والكليات. يعني هو موجود عندنا واحد في الجامعه. وكمان حتى احنا كطلبه مش بنستخدمه كتير. يعني اللي بيستخدموه دكاتره الجامعه والناس اللي بتعمل ابحاث وريسيرشز، هم الناس اللي بتستخدم حاجه زي كده. تمام. فده الالكترون مايكروسكوب. طيب الالكترون مايكروسكوب ده إيه الحوار بتاعه؟ ايه ده؟ قال لك شايف، هو موضوع بسيط جدا. تعال ناخد بيتكون من إيه الاول، بعد كده نشوف بيشتغل ازاي. تمام. قال لك والله بص، هو بيتكون من حاجه، من جزء بسيط جدا. انت بتحط السامبل، فاكر السبيسمن اللي هي الخلايا بتاعتك؟ لو خدت جزء من الجلد او جزء من حاجه عايز اشوفه، ده السامبل بتاعي، عايز اشوفه تحت الميكروسكوب، بعمل ايه؟ بقوم احطه هنا، بحطه هنا في الجزء ده. خلاص. ده الجزء ده بنحط فيه السامبل، او بحط فيه السبيسمن. سبيسمن او سامبل معناهم عينه. خلاص. بحط العينه بتاعتي اللي انا عايز اشوفها. تمام. طيب، وبعمل ايه بعد كده؟ قال لك بنزل على عينه. في عندك فوق هنا جزء كده، الجزء ده اسمه الكترونز. بننزل الكترونز على العينه، بضرب الكترونز على العينه فالالكترونز تنزل. الكترونات، فاكر الالكترونات بتاعت النواه؟ فاكر الالكترونات بتاعت النواه؟ هنا بقى ما بستخدمش اللايت، مش بستخدم الضوء، بستخدم الالكترونز. طب معلش كده سيبك من الصوره وتعالى ناخد بس الموضوع بيشتغل ازاي. اهو بجيب السامبل او العينه، السامبل بتاعتي، بلاش نرسمها مدوره، اهو السامبل بتاعتي وعليها شويه الخلايا. الخلايا بتاعتي موجوده هنا. خلاص. انا عايز اشوف الخلايا دي بدقه اكتر. خلاص. فبعمل ايه؟ بقى مضرب بجيب حاجه زي لمبه، بس اللمبه دي بدل ما بتطلع نور بتطلع الكترونز. خلاص. فاللمبه دي تضرب الالكترونز على السامبل. ادي الالكترونز، الالكترونز او الالكترونات اللي كنا بنقول عليها اي سمول كده، اي سمول نيجاتيف. فلما الالكترونز دي تتضرب على السامبل ده يحصل لها ايه؟ تتعكس برضو زيها زي اللايت. خلاص. فتقوم تتعكس. تمام. طيب اتعكست، بعمل ايه؟ قال لك بجيب شاشه سوداء، سكرين، دارك سكرين، شاشه سوداء، شاشه كلها سوداء. خلاص. شاشه كلها سوداء كده، شاشه سوداء. تمام. وبعمل ايه؟ بهلي الالكترونز اللي اتعكست دي بعد ما خبطت في السامبل اتعكست، تقوم تنزل على الشاشه السوداء دي. طب لما تنزل على الشاشه السوداء دي يحصل ايه؟ اهو تنزل كده، مثلا الكترون ينزل هنا، خلاص، والكترون ينزل هنا، 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 والكترون ينزل هنا مثلا. خلاص. يبقى الالكترونز، جبت حاجه زي لمبه اهو، لمبه او كشاف. خلاص. وش قمت مشغل اللمبه او الكشاف ده، شغلته اون، فطلع لي شويه الكترونز، ضربهم على السامبل، شويه الخلايا اللي انا عايز اشوفهم. تمام. فراح ايه اللي حصل؟ راح الالكترونز دي لما خبطت في السامبل اتعكست في اتجاهات كتيره. جبت دارك سكرين، خليت الالكترونز اللي اتعكس دي تتجمع على الدارك سكرين دي. اتجمعت على الدارك سكرين. ايه اللي بيحصل؟ الدارك سكرين دي بتقوم تجمع لي النقط دي مع بعضيها وترسم لي خليه. خلاص. وتقوم تهلي الخليه دي تظهر على شاشه زي شاشه الكمبيوتر. اهو
كمبيوتر سكرين. ما تخافوش هنشرح الكلام ده على الصوره فوق، بس انا بشرح لك عشان تفهم. فيظهر لي هنا ادي خليه. خلاص. لا بقى، ومش بس كده، ده الخليه دي بقدر كمان اشوف جوه ان في ميتوكوندريا، وان في مثلا هتعرفوا ستراكشرز تانية مثلا زي في اندوبلازميك ريتيكولم، ستراكشر صغنطط كده، وتعرفني حاجات كتيره جدا جدا جوه الخلايا. يبقى ادق ولا مش ادق؟ ادق. طب تعالى نشرح الكلام ده على الصوره. ادي بس الموضوع بكل بساطه، ادي الالكترون ميكروسكوب، بحط السامبل هنا، بضرب الالكترونات، تمام، فالالكترونات تقوم منعكسه ايه، تتعكس كده، شايفين اتعكست فين؟ تتعكس اهو، تتعكس كده الالكترونات اهي، تمام. الشاشه السوداء موجوده هنا، فالشاشه السوداء تجمع لي الحاجات دي وترسمها لي، خلاص، وتقوم تخليها تظهر على الكمبيوتر سكرين دي. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ كمبيوتر سكرين. فانا اشوف البتاع ده. طب ليه اللفه السوداء دي؟ طب ليه مثلا ما خدتش الالكترونات دي وخليتها تنعكس على عيني على طول زي ما كنت بعمل في اللايت العادي واشوفها؟ قال لك لانك العين بتاعتك ما بتقدرش تشوف الالكترونز المنعكسه دي، فعشان كده بجيب شاشه، الشاشه دي هي اللي تقدر تديتكت او تعرف تجيب الالكترونز دي، خلاص، وتقوم ترسمها لي صوره فانا اشوف الصوره دي، تمام. بس يبقى ده الالكترون واللايت مايكروسكوب، تمام. تاني على السريع كده، ايه الفرق بين الالكترون واللايت ميكروسكوب؟ قال لك والله الاثنين عباره عن ميكروسكوبات، يعني عباره عن حاجات بتساعدني اشوف الخلايا تحت الايه، تحت الخلايا الصغنططه اللي موجوده في الايه، في الانسجه بتاعتي او في الاورجنز بتاعتي. طب كلام لذيذ. اللايت ميكروسكوب بيعمل ايه؟ اللايت ميكروسكوب بيستخدم لايت، بيخبط اللايت ده على السامبل او الخلايا، الحته اللي فيها الخلايا، وانا استقبل الخلايا دي عن طريق اللينس، خلاص، وانا ابص كده على العدسه فاقدر اشوف الايه، اللايت ده. يبقى اهو لايت اتعكس على السامبل، اهو اللايت اتعكس على السامبل، تمام. فايه اللي يحصل؟ فتخش في اللينس وانا اشوفها عن طريق الاي. طب الالكترون مايكروسكوب قال لك لا، الالكترون مايكروسكوب اسهل بكتير، او مش اسهل يعني، هو زيه بس ايه، بس نفس الفكره، بس فيها حركات زياده شويه. بعمل ايه؟ بجيب الايه، بجيب السامبل برضو، بحط السامبل اهي وبضرب عليها الكترونات، فالالكترونات بتتعكس على ايه، على دارك سكرين، خلاص، اتعكست على دارك سكرين، تمام. تقوم الدارك سكرين دي ترسم لي الخلايا وتطلعها لي على كمبيوتر سكرين. طب كلام لذيذ، حلو الكلام. طب ممكن بس يا دكتور تجيب لنا مثلا نشوف صور للخلايا تحت الميكروسكوب، يعني نشوف الالكترون ميكروسكوب بيصور الخلايا ازاي واللايت ميكروسكوب بيوريني الخلايا ازاي. تعالى يا عم اوريك، انا جايب لك صور اهي زي الفل، اوريك اهو. بص، ركز معايا كده. ادي دي صوره لبكتيريا. انتوا طبعا عارفين بكتيريا، خلاص. البكتيريا دي بص يعني بكل بساطه، البكتيريا دي بتكون عباره عن ايه، عن سيل، سنجل سيل كده، ليها شعر كده، هنعرف الشعر ده اسمه ايه بعدين يعني، خلاص. ليها شعر وفيها نيوكليس كده من جوه وليها بقى باقي الحاجات بتاعت السيل، فهي سيل عاديه. يبقى ده بكتيريا، بكتيريا بكتيريا بكتيريال سيل، خلاص، خليه بكتيريا، تمام. دي خليه بكتيريا. جبت خليه البكتيريا دي وقمت مصورها تحت اللايت ميكروسكوب. ملاحظين ايه؟ الخليه اهو، شايف؟ انا بالعافيه قادر اشوف الخليه، شايف؟ بالعافيه قادر اشوف ايه ده يعني، فاهم؟ انا حاسس ان في خلايا لكن مش دقيق، مش بيقدر يجيب لي حاجات جوه الخليه وحاجات على الخليه وحاجات مش عارف ايه، حاجه بسيطه كده تعرفني ان الحته دي بتتكون من خلايا، فاهم؟ طيب ايه ده بقى؟ قال لك ده الالكترون ميكروسكوب. طب ايه ده وايه ده؟ قال لك بص، ده صورة بالإلكترون ميكروسكوب، ودي صورة برضو بالإلكترون ميكروسكوب برضو. بس إيه الفرق؟ قال لك ده نوعين مختلفين من الإلكترون ميكروسكوب. يعني شايف الإلكترون ميكروسكوب اللي إحنا شرحناه ده، في منه نوعين، خلاص، الاتنين نفس الحاجة، بس واحد بيصور الحاجات اللي جوه الخلية، وده بنسميه ترانسميشن إلكترون ميكروسكوب. ده بيصور الإيه؟ الاستراكشرز، خلاص، أو الأشياء أو الثينجز اللي انسايد ذا سيل، اللي جوه الخلية، خلاص. طيب ده بيعمل ايه؟ قال لك لا، ده بيصور ايه، بيصور السيرفس اوف ذا سيل، بيصور سطح الخلايا، فاهم؟ فاللي بيصور سطح الخلايا بنسميه سكاننج. كاني بسكان لما اجيب ورقه، خلاص، اجيب ورقه واعمل لها سكاننج، فهو بيعمل نفس الكلام، بيجيب الخليه ويقوم يعمل سكاننج للسيرفس ويظهر لي السيرفس بس، شايف؟ السيرفس بس هو اللي ظاهر. لكن ده لا، بيبص جوه الخليه
ويشوف ايه، ويشوف الاستراكشرز اللي جوه الخليه. تمام. خلاص. تمام. اكدوا لي يا شباب كده على حته الالكترون مايكروسكوبس، سوري، حته التايبس اوف مايكروسكوبس في الشات او في المايك، اي حاجه. اكدوا لي ان انتوا معايا بس. تمام مستر، والله الشرح أحسن. تمام. طيب، يبقى كده احنا خدنا. طب نرجع على حته الميكروسكوب تاني ولا خلاص تمام؟ ميكروسكوب ثاني ولا تمام؟ لو حد مش فاهم اي حاجه قول لي، انا جاي هنا اساعدك. خلاص تمام. نكمل. ادي كده يا باشا خلصنا الميكروسكوبس والتايبس. يبقى احنا خدنا ايه حتى الان؟ حاجتين. ايه هما؟ سيل ثيوري، يعني ايه نظريه الخليه. العلماء لما اكتشفوا ان الجسم بيتكون من خلايا طلعوا لنا حاجه اسمها نظريه الخليه، وكانت بتتكون من ثلاث حاجات. بعد كده اخدنا الميكروسكوبس. قلنا ان الميكروسكوبس ليهم نوعين. خلاص. نوع اسمه لايت ميكروسكوب، وعرفنا بيتكون من ايه، عرفنا بيشتغل ازاي، وعرفنا شكل الصوره من تحت ايه. وبعد كده خدنا حاجه اسمها الالكترون ميكروسكوب، وعرفنا الالكترون ميكروسكوب ده بيتكون من ايه، بيشتغل ازاي. خلاص. وشكل الخليه بيبقى تحته ازاي، شكل الخليه البكتيريه بتبقى تحته ازاي. تمام اهو زي ما انت شايف اللايت ميكروسكوب بنلاقي ايه، بنلاقي الخليه اهو بالعافيه، انا بميز ان في خليه. التاني لا، شايف كده اهو السكاننج الكترون ميكروسكوب اللي هو بيصور السطح، اللي هو بيصور سطح الخليه، شايف مصور السطح ازاي، شايف الشعر، شايف قادر يجيب تفاصيل بسيطه جدا. الشعر ده بالمناسبه بنسميه فلاجيلا او سيليا، يعني مش مهم دلوقتي تعرفها. اهو شايف كده، اهو بنصور حاجات دقيقة جدا على على السطح بتاع الخلية او على السيرفس بتاع الخلية. وشايف اخر حاجة ده، اهو ده قدر يصور، شايف شايف الاستراكشر ده، الاستراكشر ده هتاخده جوه الخلية، دي النواة، دي النواة او النيوكليس. خلاص. دي ايه ده؟ الاندوبلازميك ريتيكولم. آه، في استراكشر جوه الخليه هتاخده اسمه الاندوبلازميك ريتيكولم. طب ده ايه الاسود ده، الاسود اللي منتشر في الخليه ده اسمه السيتوبلازم. هتاخد الحاجات دي كلها في الليرنينج اوتكمز الجايه او الدروس الجايه. مش مهم قوي تعرف الاستراكشرز دي يعني. بس عايزك تاخد بالك من حاجه، في نوت صغيره قبل ما نخلص الميكروسكوبس. النوت دي بتقول لك ايه؟ شايف اللايت ميكروسكوب هتلاقيه ملون. طب هو الخلايا متلونه؟ لا، الخلايا مش متلونه، الخلايا شفافه، اي خليه اي سيل شفافه. تمام. امال ايه اللي بيلونها دي؟ احنا بنحط لها لون. هتلاقي انك قبل ما تحط، وانت بتحط الخليه بتضيف عليها نقطتين من اللون كده. اللون ده بنسميه ستين. فان لايت ميكروسكوب بنعمل كده في اللايت ميكروسكوب بس. في اللايت ميكروسكوب حضرتك يو بوت ايه استين، استين يعني صبغه، صبغه او لون، بنحط الستين او صبغه. طب ليه بنعمل كده؟ ليه بنحط الستين او الصبغه دي؟ عشان نعرف نشوف الخليه. تمام. يبقى عشان نعرف نشوف الخليه، لان الخليه شفافه زي ما قلت لك، فانا لو ضربت عليها لايت مش هشوفها، فانا بحط ستين او صبغه عشان اعرف اشوف الخليه. كده الحمد لله خلصنا الميكروسكوبس. تعال نخش على الديسيز. الديسيز جزء سهل خالص. تمام. جدا على فكره، وهتعرفوا الكلام ده دلوقتي. بص يا باشا، ديسيزز او الامراض. الديسيزز او الامراض، ركز معايا. الديسيز او الامراض دي واحده. تمام. طيب، يعني ايه ديسيز او مرض؟ حد يعرف يعني ايه ديسيز او مرض؟ طيب، يعني ايه ديسيز او مرض؟ امتى اقول على شخص ان هو تعبان؟ ابص كده عليه، لا 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 انت تعبان، انت شكلك عندك مشكله. امتى ابص واقول ان الشخص ده تعبان او عنده مشكله؟ قال لك بقول ان هو عنده مشكله لما يكون عنده بريك داون. يبقى الديسيز ده هو عباره عن بريك داون. هشرح الكلام ده. بريك داون in the structure or function of the organism. ماشي. واحده واحده، صلى على النبي. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا باشا، تخيل معايا واحد جبته وقطعت له ايده. خلاص. هل هيقدر يكتب؟ هل هيقدر ياكل؟ هل هيقدر يشتغل؟ لا. خلاص. فايه اللي حصل دلوقتي؟ انا عملت بريك داون، عملت انهيار في الاستراكشر بتاعه.
اللي هو كان الهاند، او الارم بتاعته. قطعت له الارم بتاعته او الايد بتاعته كلها. فانا عملت بريك داون في الاستراكشر، فبالتالي حصل عنده مرض، بقى عنده مشكله، مش قادر ياكل، مش قادر يشرب. او فانكشن، تخيل واحد عنده ايديه زي الفل موجودين الحمد لله، بس ايد فيهم مشلوله، او الايدين بتوعه مشلوله. خلاص. يعني ايه مشلوله؟ يعني هو موجوده الايد مش موجوده، ما قطعتهاش زي ما انا عملت مع الراجل الاول، بس الايد مسلوله، فهو برضو مش قادر يعمل الفانكشن بتاعته ان هو ياكل او يكتب او يشرب او يشتغل. فده بنسميه بريك داون في الفانكشن، يعني انا بوظت له الفانكشن بتاعته. ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه ده برضو النوع التاني من الديسيز، ان هو لو حد عنده شلل. خلاص. شلل او بنسميه باراليسيس. باراليسيس يعني شلل. معلش اللي عمل حاجة على السكرين معلش يشيل بس. فارس انت شكلك بتكتب بالغلط. تمام. فارس انت بتكتب بالغلط، فمعلش شيل اللي على السكرين. تمام. نكمل. فكده بيعمل ايه؟ فكده ده معنى كلمة الديسيز، يعني هو عبارة عن انا بريك داون في متاسف الاستراكشر. معلش. تمام مش مشكلة عادي. ده عبارة عن بريك داون في الاستراكشر او الفانكشن اوف الايه الاورجانيزم. تمام. كلام لذيذ. ايه اسباب الديسيزز؟ حد يعرف ايه اسباب الديسيزز؟ causes of a disease. ايه اللي بيعمل مرض؟ في حاجة مشهورة جدا، معروفة جدا، الميكروبات. الميكروبات او الميكروبس. الميكروبس زي ايه؟ زي البكتيريا، او زي الفيروس. الحاجات دي ممكن تخش جوه جسمك وتعمل لك مرض. طيب، دي حاجة بتعمل ديسيز. طب ايه تاني ممكن يعمل لك ديسيز؟ قال لك في حاجة تانية مهمة برضو بتعمل ديسيز. ايه هي يا باشا؟ قال لك الجيناتيك. الجيناتيك، قال لك الجيناتيك ممكن تعمل لك مشكلة او ديسيز. زي ايه؟ اديني اكزامبل. الجينات بتاعتك ممكن تعمل لك مشاكل زي ايه؟ زي لا قدر الله الكانسر. الناس اللي لا قدر الله بيجي لها كانسر دي، بيجي لها كانسر ليه؟ خلاص. بسبب ان في مشكله في الجينات بتاعتها الموجوده في الخليه. الخليه دي بيبقى فيها نواه او نيوكليس، والنيوكليس دي هي اللي بيبقى فيها الجينات او الجينز. فلما يقدر الله يحصل مشكله في الجينز دي او الجينات دي، تبدا الخليه تتجنن وتعمل لك الكانسر. خلاص. الكانسر ده معناه بكل بساطه ان الخلايا بتنقسم زياده عن اللزوم، فبتعمل لك الكانسر. تمام. فده ممكن يكون تاني سبب للديسيس. طيب، ايه تالت سبب للديسيس؟ اللايف ستايل. اللايف ستايل بتاعك. لو انت شخص مهتم بجسمك، مهتم بشياكتك، سوري. تمام. لو انت شخص مهتم بجسمك، مهتم بنظافتك، مهتم بشياكتك، مهتم باكلك، بتاكل كالوريز معينه، بتروح الجيم ومهتم وبتعمل تمارين، مش بتاكل سكريات كتير، مش هيجيلك امراض. لكن لو انت شخص عمال تاكل سكريات كتير، مش بتعمل تمارين، خلاص، ومش مهتم بصحتك، هيجيلك دايابيتس. عارفين دايابيتس اللي هو مرض السكري او السكر؟ السكري. مرض السكري او اللي احنا بنسميه السكر. خلاص. ده مرض من الامراض، نوع من انواع الامراض اللي بيجي بسبب ايه؟ بسبب بكل بساطه ان حضرتك كلت سوري، ان حضرتك مش مهتم بجسمك، مش بتعمل تمارين، وبتاكل سكريات كتيره، فبيجي لك مرض زي ده. يبقى احنا قلنا الديسيز هو عباره عن اني بريك داون في الاستراكشر او في الفانكشن. خدنا اكزامبل، لو انا قطعت ايد واحد ولو انا هلتها يحصل لها باراليسيس، خلاص، فده مشكله في الاستراكشر او مشكله في الفانكشن. فالراجل ده مش قادر يؤدي الحاجات الطبيعيه اللي كان بيأديها في حياته. تمام. ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الديسيز او المشكله تحصل او المرض يحصل؟ ثلاث اسباب. ايه هما؟ واحد، ميكروب، بكتيريا او فيروس تخش لك، صح، فلا قدر الله تعمل لك مرض. زي الانفلونزا، كورونا فيروس، اي حاجه من دول بتعمل لك مرض وتخليك مريض ومش قادر تذاكر ومش قادر تاكل ومش قادر تعمل الفانكشنز والحاجات الطبيعيه اللي كنت بتأديها في حياتك. تاني حاجة، حاجات جيناتيك. خلاص، يعني حاجات في الجينات بتاعتك اللي انت ورثتها من الأب والأم. الحاجات دي بتبقى موجودة في السيل بتاعتك، تبوظ، يعني لو هي باظت أو حصل فيها مشكلة ممكن تعمل لك أمراض زي الكانسر. الكانسر ده واحد من الديسيزز أو الأمراض اللي بيحصل بسبب مشكلة في الجينز أو الإيه الجينات بتاعتك. طب تالت حاجة، اللايف ستايل بتاع حضرتك. بتهتم بجسمك، لياقة جسمك، مهتم بأكلك،
لو انت مهتم بالحاجات دي مش هيحصل لك امراض. طب لو انت مش مهتم، من اشهر الامثله على اللايف ستايل الديسيز اللي بتيجي بسبب عدم اهتمامك بجسمك هو الدايابيتس. على فكره جرب كده، روح شوف، شوف مثلا اسال، يعني انا في ناس كتيره جدا لو سالتهم ايه اللي جاب لك دايابيتس او ايه اللي هلاك كده دايابيتس، قال لك انا خدت فتره باكل سكريات كتير جدا ومش بتمرن ومش بعمل طاقه، فجاه واحده لقى ان هو ايه، ان هو عنده دايابيتس او عنده مرض السكري. خلاص، طب ايه السبب اللي خلاه يحصل له حاجه زي كده؟ ان هو مش مهتم بجسمه. طب هو لو كان اهتم بجسمه ما كانش هيحصل المرض ده، ما كانش هيحصل المرض ده، بس هو عشان ما اهتمش بجسمه خلاص وكل سكريات كتيره فحصل له مرض الدايابيتس. طيب، يبقى احنا كده خدنا يعني ايه مرض بشكل عام. طيب لو تفتكر انا فوق قلت لك ان الامراض دي الديسيزز. طب يا شباب، ناخد بريك 10 دقائق او 5 دقائق ولا نكمل؟ قولوا حتى في الشات، اللي عايز ياخد بريك يقول، اللي مش عايز يكمل، اللي مش انا عايز. الصراحه هنزل، مش هكمل 3 دقايق. ايه مش بسمع. هكمل 3 دقايق بس. اه، يعني ثلاث عايزين بريك دقايق يعني؟ ف... خلاص تمام، خدوا بريك 5 دقايق بالظبط، خلاص لحد 10:05 وارجعوا تاني، بس ما تطلعوش من السيشن، يعني خليكوا قاعدين في السيشن، خليكوا قاعدين في الزوم، عشان لو طلعتوا بقى هيبقى حوار عقبال ما تخشوا تاني. تمام. خلاص ناخد ده بريك لحد ايه 10:10، وما تطلعوش يا رجاله. سوري 10:05 مش 10:10، بريك 5 دقايق. لو عايزين 10 دقايق قولوا، يعني ما عنديش مشكلة.
اه ان شاء الله يا علي، هبعت السيشن ان شاء الله. هتنزل على اليوتيوب ان شاء الله. و... و... وان شاء الله كمان هتنزل على جوجل درايف، والفايل اللي انا بكتب عليه ده ان شاء الله هينزل على جوجل درايف. وكل الكتب اللي انا كلمتكم عليها هتنزل على جوجل درايف، ما تقلقش يعني. ان شاء الله بعد السيشن هبعت لكم كل حاجة ان شاء الله في رسالة يعني ان شاء الله. انت ستيم ايه على كده يعني؟ انا ستيم السادات. انا من السادات اصلا. كويس والله. انا كنت ستيم اسود. ايوه. هو يا دكتور انا لما ادور على ريفرنس على النت وكده مش لاقيهم، واحنا بناخدهم على فلاشات يعني من زمايلنا اللي هم اكبر مننا وكده، لان هم مش بيبقوا موجودين على النت، صح؟ ايوه، وان شاء الله انا زي ما قلت لك، انا هبعت لكم الكتب دي ان شاء الله. هحطها على الدرايف ان شاء الله. تمام، شكرا. تمام، وان شاء الله هبعت لكم كله على رسالة، ما تقلقوش يعني. مفيش ماتيريالز في البيولوجي هتحتاجوها يعني، من اكتر من الماتيريالز اللي انا بديها لك. تمام، تمام. السلام. تمام. اتشرفنا يا فارس. خليك. استم القصر جديدة يا رجالة، صح؟ فتحة جديد صح؟ لا، ستيم الأقصر. الأقصر. أصل في أيوه. استم القاهرة، كانت فتحة جديد صح؟ اه، استم الأقصر كويس والله. هي رغبة أولى. أنت من الأقصر صح؟ صح؟ اه، أيوه. في ما البيت شاء الله. دلوقتي، مش في المدرسة أنا. روحتوا على كده انتوا؟ خلصتوا صح؟ أيوة. اه، روحنا الصبح الساعة 11 ونص. كويس. أيوة أيوة، يوم الخميس مش بيبقى كامل. أيوه. إيه رأيك في المدرسين هناك والنظام؟ مفيش مدرس بايو هناك أصلا. بجد والله. والله عشان كده اللي محتاس في الكورسات عايز اشترك في أي كورس. قلت أما هو على أجرب فكرة بالمرة. المدرس ممكن. طب على كام مين بيمتحنكوا باي؟ وكمان احنا العمل. ضايفين معانا ستيم سوهاج. يعني احنا كده مدرستين ستيم ما فيهمش مدرس بايو. اه. انا وانا الحمد لله. هكمل في الكورس، ده لغايه بقى اما اخلص. ان شاء الله اصل كده. حتى لو جه مستر هيعوزني ابحث، انا هبحث كل حاجه، بس هنا شرح احسن الصراحه، وحاجه بسيطه. الحمد لله والله، شكرا ليك من ذوقك. خليك. آه، احنا بصراحه في السيم قصت يعني، ما كانش الموضوع معقد قوي يعني. الحمد لله كان عندنا مدرسين لكل المواد يعني الحمد لله. حتى ايوه. لما مدرسه البايو يعني مشيت، جابوا لنا بدلها ثلاث اربع مدرسين تقريبا. فمش عارف امم. بصراحه ليه عدم المساواه ده يعني. في مدارس اول ما يمشي منها مدرس وما يبقاش عندها مدرس، في خلال شهر تلاقي مدرسين ثلاثة أربعة خمسة جوه بدل مدارس تانية في السيم. إيه واحنا ما عندنا برضو في الماس والميكانيكس ما عندناش غير مستر واحد بيشرح ماس وميكانيكس، ما فيش في المدرسه غير مستر واحد. المهم هي ما اعرفش والله، تقريبا ممكن الناس اللي كذلك بتقدم. برضو في كل المواد هتلاقي مستر واحد، ما عدا في العربي باين فيه ثلاثه. هي تقريبا هم يعني تقريبا يعني هم المدرسين عشان هو بيحتاجوا في يقدموا عجز على في المدرسة زي المدرسين ممكن. الطلاب. ايوه تقريبا عشان المدرسين بيحتاجوا اه، يقدموا على المدرسة زي الطلاب. فلو في مدرسين بيقدموا كتير هيقبلوا كتير، لو في ما فيش مش هيقبلوا. بس خير ان شاء الله. ان ايوه صح فعلا. ان شاء الله خير. شاء الله. بس انتوا اجتهدوا والله، والموضوع مش من المدرس خالص يعني. ستيم اصلا حاجة انت ايوه بتعتمد فيها فعلا. على نفسك اكتر يعني. ايوه يعني حتى المدرس يعني، انا مش عايز اقول لك يعني، انا اللي استفدته من المدرسين مجرد مهارات او سكيلز بس مش اكتر. لكن انا ما كانش في مدرس بيديني فعلا. معلومات يعني، كله كنت بجيبه مع ايوه، نفسي. بتبقى المذاكره مع نفسك. ايوه. فعلا. يا فيعني بس مش مشكله. مستر، هو طب حضرتك وصح. قلت في الاول في الفايل اللي بيبقى فيه ال اوز يعني وكده. ايوه. آه حضرتك قلت حاجه في الاول كده بس انا ما كنتش موجود ساعتها، اللي هي مثلا لو عايزين نبص على حاجه من ال او، يعني مش اللي احنا ناخد اللينك الاسم مثلا الكونسبت ونحطه على اليوتيوب وكده، لا. كان آه. في حاجه تانية، اللينكات اللي بتبقى تحت دي بيبقى ليها لازمه، يعني هو هحتاجها بص. مثلا. فبص يعني هو ايه، لو انت عايز يعني، هي بصراحه ملهاش لازمه كامتحان، بس هي ممكن تفيدك يعني. بس اللي ليه لازمه زي ما قلت لك، انك تفتح تشوف الكونسبتس او العناوين اللي عليك، خلاص، او التوبكس اللي عليك، ايوه. وتروح تشوف كتاب اسمه سيبب. خلاص.
تاخد فكره عن الكونسبتس دي. الكتاب بيديك فكره بس، وبعد كده تروح لكتاب اسمه كامبل، بتاخد المعلومات كامله. تمام، بتاخد المعلومه الكامله بقى، بتذاكرها كويس وكده، فاهم؟ ده طب الاساس. عايز تسمع فيديوهات من على تمام. اليوتيوب، تمام. عايز تشوف حد هو يشرح، انا لما اخد تمام. مثلا الكونسبت دلوقتي واخده على السبب ده، هو طيب. يعني دلوقتي انا هعرف ازاي اجيب الجزء اللي انا عايز اذاكره، ولا هو مثلا بيكون متقسم كده؟ بص، الكتاب مثلا بيكون ايه؟ بيكون مكتوب لك من تحت. انا اوريتك الفايل، ثانيه واحده. بص، امم. دي واحده. ادي هو فايل الالوهات، صح؟ ثانيه واحده. ايوه. مش ده ظاهر قدامكم الفايل؟ مم. تمام. شايف كده بيكون مكتوب ايه تحت؟ بيكون مكتوب التكست بوكس او الريفرنسز. شايف؟ اهو سيبب صفحه يبقى باب. 161 ل 170. فانت بتفتح سيبب، بتروح على صفحه 161 170، تاخد فكره. تمام. يا مستر معايا؟ ممكن بس تقول الحته اللي فاتت على طول ده عشان بس النت قطع. مش مشكله، عادي. بص، انت بتفتح اهو الفايل اهو. تمام. تمام. ايوه. بتفتحه، شايف تحت بيبقى مكتوب لك تكست بوكس اند ماتيريالز. تمام. شايفها الكلمه دي؟ ايوه. تمام. اهو بيبقى كاتب لك سيبب ستودنت سيبب 161 170. تفتح تاخد فكره بس عن الدرس. انا بكون في الاستودنت ده، انما التيتشر السبب ده ماليش دعوه بيه. اه، هو لو قدرت توصل له وتذاكر منه عادي، بس هو ما بيبقاش فيه حاجات زياده قوي يعني. بيبقى تمام حاجه ليها بقى علاقه فهمت. بالمدرسين اكتر، يعني ازاي تعلم الطالب، حاجات كده مالهاش لازمه. تمام. بس يعني بتفتح ستودنت سيبب بتذاكره، وبعد كده بتفتح كامبل، بتدور بقى. بتدور الجزء ده موجود فين في كامبل، انت بتدور بنفسك، مش بيقول لك هو فين. تمام. تمام. بس. واول اللي هو او اول ليرنينج اوت كام مش موجود عليه الكلام ده. يعني مش هتلاقيه مش هتلاقي الكلام ده، مش هتلاقي اول ليرنينج اوت كام في كامبل. فهتضطر بقى تدور من على النت وكده، بس انا جمعت لك كل الكلام ده في الفايل. تمام. طب معلش يا مستر، والمواد التانية هيبقى ليها برضو كتب كتابين زي كده بس نشتغل منهم، ولا ليهم لا، أسماء هو كل مختلفة عن ماده دول؟ كل ماده وليها نظام. يعني مثلا في الكيمستري، في كتاب واحد بس انت اللي بتفتحه، اسمه زومدل. عارفين زومدل؟ زمدل. اه. اه، سمعت عنه. ايوه، يفضل ان انتوا تروحوا مع الدفعات الاكبر منكم وتاخدوا منهم الحاجات دي كلها. ايوه، نستناهم فان يوم الأحد. شاء الله. اه. فبس يعني فكل ماده هم هيدوكوا نصائح اكتر، يعني لان هم لسه شغالين، لسه في سنه تانية وتالتة. ايوه. بس تمام وهيدوك بس. كل الكتب دي. انا بالنسبه لي، انا كل البيولوجي مش هتحتاج حاجه بعد الكورس بتاعي. لكن ايوه فعلا. كيمستري وكده، فانا صعب ان انا اوفر لك الكتب يعني. لأن الكتب ضاعت مني يعني. آه. تمام. نكمل. تمام يا شباب، نكمل. تمام معايا؟ اوكي. أه... احنا كنا بنتكلم عن الديسيز، وعرفنا يعني ايه ديسيز، وعرفنا ال الكوزز اوف ذا ديسيز، او الحاجات اللي بتسبب المرض. لو تفتكر فوق، انا كتبت لك، قلت لك ان الديسيز بيبقى ليه تو تايبس او ليه نوعين. ديسيز معدي او مرض معدي، وبنسميه انفكشوس ديسيز. وديسيز غير معدي او مرض غير معدي، بنسميه انفكش نون انفكشوس ديسيز. تمام. فده الديسيز المعدي، وده الديسيز الغير معدي. تمام. خلاص. ده كلمه ده تو تايبس اوف ديسيز. طيب، يلا كده على طول نخش في الديسيز او المرض المعدي، اللي هو الانفكشوس ديسيز. تمام. يلا بقى نبدا في الانفكشوس ديسيز. انفكشوس ديسيز او المرض المعدي. خلاص، اهو المرض المعدي. ايه اول حاجه هناخدها في الانفكشوس ديسيز دي؟ واحده. تمام. اول حاجه لازم تعرف ان الانفكشوس ديسيز ده او المرض المعدي ده ليه اسمين تاني. اسمه ترانس ميزابل ديسيز. عارف يعني ايه ترانسميسبل ديسيز؟ يعني ديسيز بينتقل. ترانسميت يعني بينتقل. فده ديسيز بينتقل بين واحد وواحد. واسم تاني اسمه، كل ده اسم لنفس الحاجه، واسم تاني اسمه كوميونيكابل ديسيز. يعني ديسيز بينتقل عن طريق الكوميونيكيشن ما بين الناس، التواصل ما بين الناس.
دول كلهم اسم لنفس المرض، يعني الانفكشوس ديسيز هي ترانسميسبل ديسيز او كوميونيكابل ديسيز. طب ايه تعريف الانفكشوس ديسيز؟ انا فهمت ان هو المرض المعدي. ايه تعريفه؟ قال لك هو عباره عن اديسيز، يعني مرض. خلاص. المرض ده بيعمل ايه؟ اديسيز that is transmitted او بيتنقل، خلاص، from ايه from human. بص ركز معايا، ممكن يتنقل من human لهيومن، وممكن يتنقل من animal او حيوان لهيومن، وممكن العكس يتنقل من هيومن لانيمال. خلاص. فده معنى كلمه infectious disease. يبقى هو disease that is transmitted، لا اما ما بين الناس وبعضهم، لا اما ما بين الحيوانات والبشر. خلاص. يبقى ده معنى كلمه infectious disease. يبقى يعني ايه infectious disease؟ مرض معدي. طب يعني ايه مرض معدي؟ يعني مرض ترانسميسبل، بيتنقل. لو انا جيت اتكلمت معاك دلوقتي وانت تعبان بالمرض ده لا قدر الله، هتعدي منك. تمام. فده معنى كلمة infectious أو transmissible أو communicable disease. كل دول نفس الاسم للمرض المعدي يعني. طب يبقى هو a disease that is transmitted من إنسان لإنسان. تمام. طيب كلام لذيذ. يبقى تاني، يبقى هو a disease that is transmitted من إنسان لإنسان أو من حيوان لحيوان أو من حيوان لإنسان، عادي جدا. يعني برضه ممكن يتنقل على فكرة من animal لأنيمال، عادي جدا. خلاص. ممكن يتنقل بين الأنيمالز برضه. تمام. طيب إيه الكوز بتاع الديسيز ده؟ إيه سبب الديسيز ده؟ حد يعرف إيه سبب الديسيز ده؟ الكوز بتاع الديسيز ده احنا قلنا فوق ان الديسيز ده لا اما بيكون بسبب ميكروب دخل لك وعمل لك المشكله او عمل لك المرض، لا اما بيكون بسبب حاجه جينيه، مشكله في الجينات بتاعتك، لا اما بيكون بسبب لايف ستايل. تتوقعوا الانفكشوس ديزيز اللي هو بينتقل بين الناس هيكون بسبب ايه؟ هيكون بسبب الميكروبس او الفيروسز. يعني مش هيكون بسبب جيناتك او لايف ستايل، لا. الميكروبس او الفيروسز هي الحاجات اللي بتعمل امراض وتقدر تتنقل بين الناس. يبقى الكوز هو الميكروبس، اللي هي ممكن تكون بكتيريا او فيروس. خلاص. يبقى ده هو الانفكشوس او ترانسميسبل او كوميونيكابل ديسيز. يبقى هو مرض، خلاص، بيتنقل ما بين الناس، بيتنقل ما بين انسان وانسان، حيوان وحيوان، حيوان وانسان، مش مشكله. خلاص. المهم ان هو بيتنقل، والسبب بتاعه بيكون عباره عن فيروس او عباره عن بكتيريا. البكتيريا دي دخلت جوه الجسم وعملت لك الديسيز او المشكله. تمام. اديني شويه اكزامبلز. عادي جدا يعني. اكزامبل زي مين؟ زي الانفلونزا. اقل حاجه اكيد كلنا نعرف الانفلونزا، وفي ناس كتير جالها الانفلونزا منها. الانفلونزا هو عباره عن فيروس صغنطط. الفيروس ده بيخش لك عن طريق بقك او مناخيرك، خلاص، وبيخش جوه في الرئه ويعمل لك المشكله. تمام. تيجي انت حضرتك تتكلم مع زميلك او كده، فانت تتنفس في بقه، تتنفس في وشه، سوري، او تتنفس او تعطس عليه، او تعمل حاجه تخلي الفيروس ده يطلع منك فيروح له. نفس الكلام يخش من بق زميلك او من مناخيره، يخش جوه في الرئه ويعمل لك المشكله. خلاص. ده معنى كلمة infectious disease أو مرض معدي، يعني مرض لو الناس قعدت مع بعض هتتعدي من بعض. طب كلام لذيذ. كلام لذيذ بيس جدا. خلاص. آم... آه... حلو الكلام ده كده معنى كلمة مرض معدي. طيب بما إن احنا اتكلمنا وقلنا إن المرض المعدي ده، خلاص، بيبقى بسبب الميكروبس، ممكن بس تكلمني عن الميكروبس على السريع؟ يعني أنا عايز أعرف الميكروبس على السريع بعد إذنك. حاضر جدا، عادي جدا. أدي الميكروبس. يعني إيه ميكروبس؟ بكتيريا او فيروس. يبقى هو any living organism زي البكتيريا او الفيروس. خلاص. يبقى هو any بكتيريا or فيروس. هو اي بكتيريا او فيروس. خلاص. that can't be seen by naked eye. يبقى هو المايكرو اورجانيزم ده او الميكروب، مايكرو اورجانيزم من اسمه مايكرو اورجانيزم او مايكروب، حاجه زنططه. مايكرو بالمايكرو، خلاص، بالمايكروميتر، حاجه زنططه جدا جدا جدا. خلاص. انتوا طبعا عارفين في سنتيمتر، في مليمتر، في مايكروميتر. خلاص. فده حاجه زنططه جدا بنسميه ميكروب او بنسميه مايكرو اورجانيزم. خلاص. ده بيكون عباره عن ايه؟ فيروس او بكتيريا. طب والفيروس بكتيريا دول مالهم؟ ما اقدرش اشوفهم بعيني. كانت بي سين باي نيكد اي. ما اقدرش اشوفهم. هل تقدر تشوف فيروس؟ هل تقدر تشوف بكتيريا؟ لا، محتاج ميكروسكوب عشان تبدا تشوف.
خلاص. طيب، قال لك الميكروبس دي ليهم تو تايبس. يبقى في تايبس اوف ميكروبس. الميكروبس دي ليهم تو تايبس. خلاص. التايب الاول بنسميه نورمال فلورا. يبقى النوع الاول من الميكروسكوب بنسميه نورمال فلورا. النوع الثاني من الميكروسكوب بنسميه باثوجين. ايه الفرق؟ قال لك بص، عمرك سمعت عن البكتيريا النافعه؟ اكيد نسمع عن البكتيريا الضاره، معروفه البكتيريا الضاره هي البكتيريا بتخش تعملك مرض. لكن عمرك سمعت عن البكتيريا النافعه؟ اه، في بكتيريا نافعه. طب فين البكتيريا النافعه دي؟ ركز معايا كده. قال لك هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ميكروبس. النورمال فلورا دي عباره عن ميكروبس زي البكتيريا. تمام. that are living، عايشه فين؟ in or on our body. عايشه على جسمنا او جوه جسمنا. في بكتيريا جوه جسمنا او على جسمنا. اه، في بكتيريا. بجد والله، اه والله. طب اديني اكزامبل، اديني مثال. قال لك في عندك في بقك اورال فلورا. اورال معناها كلمه بق. بق باللاتيني اسمه اورال. فاورال فلورا هي البكتيريا النافعه. كلمه نورمال فلورا يعني بكتيريا نافعه. اهو هكتب حتى بكتيريا نافعه. ده كلمه اورال فلورا، معناها كلمه بكتيريا نافعه عايشه في بقك. طب بتساعدك في ايه؟ بتنظف سنانك. ممكن في بعض الاحيان تساعدك في انك تكسر اكل اكتر اللي انت بتدخله. دي موجوده في بقك. طب في حاجه تاني؟ اه، في intestinal فلورا. يعني ايه intestinal؟ يعني موجوده في الامعاء. كلمه intestinal او intestine معناها الامعاء. فدي عباره عن فلورا او عباره عن بكتيريا نافعه. موجوده فين؟ موجوده في ايه؟ في الانتستين بتاعت حضرتك، في الامعاء بتاعت حضرتك. طب دي بتساعدك بايه؟ في ايه؟ في الهضم. تخيل، دي بتهضم لك بعض الايه الاكل اللي انت بتاكله، وبتخليك تمتص الايه الاكل اللي انت هضمته. بتساعدك في الهضم والامتصاص. تخيل، بتساعدك في الدايجيشن وبتساعدك في الابزوربشن او الامتصاص. ياه، ده طلع فيه بكتيريا نافعه. اه، في بكتيريا نافعه. لا، وخد اللي جايه دي كمان. ده في حاجه اسمها سكين فلورا. يعني بكتيريا نافعه على السكين بتاعتك. في بكتيريا نافعه على السكين، بتساعدك ضد ايه؟ لو انت جت بكتيريا على ايدك، دي بتقتلها، بتموتها، وبتنضف لك السكين بتاعك ده، وبتتغذى على الجلد الميت. يا، ده الموضوع طلع كبير قوي. يبقى تاني احنا بنتكلم، قلنا ايه؟ قلنا ان الميكروبس ليهم تو تايبس، نورمال فلورا وباثوجين. صح؟ تمام. النورمال فلورا هو عباره عن بكتيريا نافعه موجوده على جسمي او جوه جسمي بتساعدني. طيب، الباثوجين ده قال لك لا، دي اعوذ بالله دي وحشه جدا. قال لك ده عباره عن ميكروب، قد يكون بكتيريا بقى او فيروس او اي حاجه. خلاص. اه، المحاضره متسجله يا ابراهيم. بس يفضل يعني تقعد معانا عشان لو عايز تسال حاجه، ولو عندك ظروف مش مشكله يعني. المهم يعني الباثوجين. المهم الباثوجين ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميكروب، بكتيريا، فيروس that if enter the body، لو دخل البادي او لو دخل الجسم هيعمل ايه؟ هيكوز اديسيز. كوز اديسيز. الله، هيعمل لك مرض. يبقى خلاص فهمنا ان مش كل الميكروبس بتعمل امراض. لا، ده في ميكروبس مهمه جدا، في ميكروبس بتساعدنا وعايشه على جسمنا. وعارف ان انت ممكن لو الميكروبس دي طلعت او انت اتخلصت منها تتضر. يعني لو انت الميكروبس الموجوده في الانتستين دي مش موجوده، مش هتعرف. في حاجات مش هتعرف تهضمها من الاكل اللي انت بتاكله، وفي حاجات مش هتعرف تمتصها برضو من الاكل اللي انت بتاكله. هيحصل لك مشاكل كبيره جدا. عارف لو انت النورمال فلورا موجوده في اسنانك ما نضفتلكش اسنانك تسوس بسرعه جدا. عشان كده يعني في البكتيريا دي مهمه جدا، او النورمال فلورا ده مهم جدا. حاجات بتساعد، تخيل دي بتساعد. في واحده تاني او نوع تاني من الميكروبس سواء كان بكتيريا او فيروس، ده باثوجين وبيعمل لك مشاكل. لو دخل يعمل لك مشاكل. اديني اكزامبل. زي الانفلونزا فيروس اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه ده. الانفلونزا فيروس ده هو ده اللي لو دخل يعمل لك مشاكل. لو دخل الرئه بتاعتك يعمل لك مشاكل. في حاجه تانية زي يعني بص، انا هقول لكم اسم كده على السريع بس مش لازم تحفظه. حاجه اسمها التي بي. التي بي بكتيريا. حد يسمع عن مرض السل؟
مرض السل. مرض السل ده هو بيتعمل بتبقى فيه بكتيريا معينه، البكتيريا دي برضو بتخش في الرئه او في اللنج، خلاص، وبتعمل لك مرض. خلاص، يبقى ده نوع من دول شويه اكزامبلز من الباثوجين. يعني ايه باثوجين؟ يعني عباره عن ميكروب. ميكروب يعني ايه؟ بكتيريا او فيروس. طب عمل ايه لما يخش جسمك يعمل لك مرض؟ طب ويعني ايه نورمال فلورا؟ لا ده فيروس او بكتيريا، سوري مش فيروس، يعني هو غالبا بتكون بكتيريا. الفيروس غالبا ما بيكونش نافع يعني، اغلب الفيروس او يمكن كل الفيروس ضاره، بس في بكتيريا، او اغلب النورمال فلورا بيكون بكتيريا. خلاص، يبقى ممكن نقول ان هم اغلبهم او كلهم يعتبر بكتيريا. البكتيريا دي موجوده عايشه جوه جسمي او عايشه على جسمي، بتعمل ايه؟ بتساعدني، تخيل، بتساعدني مش بتضرني. طيب كلام لذيذ. آه طيب كده احنا خلصنا اول جزء في الانفكشوس ديسيز، او المرض المعدي. آه كلام لذيذ. كده احنا خلصنا اول جزء في الانفكشن ديسيز او المرض المعدي. في نوت صغنططه عايزك تاخد بالك. احنا قلنا المرض المعدي ده ممكن يتنقل منين؟ ممكن يتنقل من انسان، سوري، من انيمال وانيمال، صح؟ انيمال وانيمال. وممكن يتنقل من انيمال لهيومن، او من هيومن لانيمال، مش فارقه. خلاص، ممكن يتنقل بين الاثنين، بين الهيومن والانيمالز، او بين الانيمالز وبعضهم، او بين الهيومنز والهيومنز. وركز معايا، لو هو اتنقل ما بين هيومن وهيومن، بني ادم وبني ادم، بنسميه ايه؟ بنسميه كونتاجوس ديسيز. ده نوع من انواع الديسيزز. طب ثانيه واحده، يعني ايه كونتاجوس ديسيز؟ معلش، يعني ايه كونتاجوس ديسيز؟ بص، هو حاجه بسيطه جدا. كونتاجوس ديسيز يعني ايه؟ كونتاجوس ديسيز بكل بساطه هو عباره عن ان انفكشوس ديسيز، مرض معدي. خلاص، بس ايه؟ that is transmitted، بيتنقل. that is transmitted، خلي بالك، between او from a human to human. يبقى لو المرض المعدي او الانفكشن ديزيز ده اتنقل بين انيمال وانيمال ما سموش كونتاجوس. اتنقل بين انيمال وهيومن ما سموش كونتاجونس. اتنقل بين هيومن وانيمال ما سموش كونتاجونس. اتنقل بين هيومن والهيومن كده اسمه كونتاجونس ديسيز. خلاص، يعني هو مرض معدي بس اللي بيتنقل بين الناس. خلاص. طيب كده يا باشا احنا خلصنا يعني ايه انفكشوس ديسيز. طيب ركز معايا بقى في جزئين بقى مهمين جدا في الانفكشوس ديسيز، وخلاص يعني دول اخر جزئين في الانفكشوس ديسيز، او اخر ثلاث اجزاء في الانفكشوس ديسيز. انفكشوس ديسيز يعني مرض معدي. طيب كلام لذيذ. ركز معايا في حاجه اسمها السايكل اوف انفكشن. برضه بص، يعني انا اوريك بس ايه، اوريك، هجيب لك حاجه زنططه كده، هجيب لك صوره للبكتيريا والفيروس. خلاص، انا نسيت بس الصوره دي، مش مشكله، تمام، اهو شايف. دي بكتيريا، دي بكتيريا، دي بكتيريا، دي بكتيريا، كل اللي بالاسود بكتيريا. ده فيروس، ده فيروس، ده فيروس، ده فيروس، كل اللي باخضر فيروس. هم دول عباره عن الميكروبس. خلاص، دول اسمهم ميكروبس. خلاص، اللي هم بكتيريا او فيروس. في منهم لو دخل جسم، في منهم اوريدي عايش على جسمك وبيفيدك، في شويه من دول بيفيدك وعايش على جسمك. خلاص، وفي شويه لا، مش بيفيدك، ولو دخل يعمل لك مشاكل، اللي هو الباثوجين. خلاص، دي صوره للتوضيح مش اكتر، ملهاش لازمه يعني. خلاص، خش لي بقى، يعني ايه سايكل اوف انفكشن؟ يعني ازاي الانفكشن بيحصل؟ انا مش عايزك تعرف غير الصوره دي والكلام اللي هقوله لك على الصوره دي في السايكل اوف انفكشن. سايكل اوف انفكشن يعني دايره الانفكشن. يعني دلوقتي من اول ما الفيروس يطلع مني او يطلع من الشخص المريض ويروح لشخص مريض تاني، ده بنسميه سايكل اوف انفكشن. خلاص، تمام. او تشين اوف انفكشن، يعني ازاي الفيروس او البكتيريا المعديه دي بتتنقل من انسان لانسان. خلاص، ركز معايا بقى، ازاي البكتيريا المعديه دي بتتنقل من انسان لانسان، او من انسان لحيوان، او ازاي بتتنقل بقى، هناخد بقى المواضيع. طيب بتبدا بايه؟ بتبدا بالانفكشوس ايجنت. يعني ايه انفكشوس ايجنت؟ اللي هو الميكروب. الميكروب بنسميه برضو انفكشوس ايجنت، اللي هو ممكن يكون ايه؟ اللي هو ممكن يكون بكتيريا او فيروس. تمام، يبقى الموضوع بيبدا بايه؟ بيبدا بانفكشوس ايجنت. خلاص، انفكشوس ايجنت ميكروب او فيروس، صح؟ مش هو ده اللي هيعدي، مش هو ده اللي هيخش يعمل مرض، وهو ده اللي هيتنقل بين الناس، فاحنا بنبدا بده. خلاص. ابراهيم معلش، انت رسمت على الشاشه، معلش بس ابقى شيل الرسمه دي يعني. آه... تمام، مش مشكله، شيلها بس.
بس خلاص تمام. مش مشكله عادي. طيب يبقى الانفكشوس ايجنت، نرجع تاني، الانفكشوس ايجنت ده بيكون ميكروب، عباره عن ايه؟ بكتيريا او فيروس. طيب البكتيريا والفيروس دي بتكون موجوده على حاجه اسمها ريسيرفوير. يعني ايه ريسيرفوير؟ ملجأ. ملجأ الديسيس. يعني ايه ملجأ؟ يعني المكان السيشن ان شاء الله هتنزل، هتنزل على طول. يعني انا هخلص السيشن ان شاء الله وهابلودها على طول على النت. ما تخافش، ما تقلقش خالص يا ابراهيم، يعني اكيد مش هسيب السيشن كده. خلاص نرجع بس وركز معايا بس شويه في الكلام يعني. طيب فاول حاجه، الانفكشوس ايجنت ده اللي هو الميكروب او اللي هو البكتيريا او الفيروس، بتبقى موجوده على ملجأ. الملجأ ده او الريسيفوار ده هي المكان اللي هي عايشه فيه. خلاص، يبقى هي المكان اللي هي عايشه فيه. يبقى الريسيفوار او الملجأ هو المكان اللي هي عايشه فيه. ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون هيومن صاحبك. خلاص دي واحده. ممكن يكون هيومن صاحبك. خلاص، ممكن تكون الفيروس ده زي ما، وليكن ناخد الانفلونزا، يبقى ناخد الانفلونزا از ان اكزامبل. ادي الانفلونزا، انفلونزا فيروس. الانفلونزا فيروس ده ممكن يكون موجود فين؟ ممكن يكون موجود فين؟ ممكن يكون موجود في ال الهيومن، على هيومن، او في الهيومن بتاع، في الهيومن زي ايه؟ زي واحد صاحبك. خلاص، او ممكن يكون موجود في انيمال. انيمال او او حيوان. خلاص، او ممكن يكون موجود ايه؟ او ممكن يكون موجود في اي سبستنس. عارف يعني ايه سبستنس؟ اي شيء. ممكن يكون الانفلونزا فيروس ده موجود على الترابيزه، ممكن يكون موجود على قلم، ممكن يكون موجود على اي حته. يبقى الانفلونزا بنبدا بالانفكشوس ايجنت اللي هو الانفلونزا فيروس. طب والانفلونزا فيروس ده بيبقى عايش على ملجأ او على هيومن. خلاص. طيب نمسك مثلا وليكن ان هو عايش على واحد زميل، عايش جوه واحد زميلك في الرئه بتاعت واحد زميلك، واحد زميلك تعبان بالانفلونزا فيروس. ازاي بقى هنقوله ليك لا قدر الله؟ قال لك اول حاجه لازم الفيروس ده يطلع من الشخص المريض. يبقى لازم الفيروس ده يطلع من الشخص المريض. تمام. بيطلع ازاي؟ بيطلع عن طريق الروت اوف اكزيت. يبقى الروت اوف اكزيت ده هو المخرج. هنكتب بالازرق. الروت اوف اكزيت ده هو المخرج بتاع الفيروس. الفيروس هيخرج منين؟ ده معنى كلمه روت اوف اكزيت. تمام. طب ممكن الانفلونزا فيروس يخرج منين؟ ممكن يخرج من الماوث. زميلك لما يعطس فبيطلع رذاذ من بقه، فممكن الرذاذ ده يجي عليك او يجي على الترابيزه، وانت تمسك الترابيزه وبعد كده تاكل بايدك فيخش لك الفيروس. ممكن يطلع من النوز. صح، ممكن يطلع من النوز، من المناخير لو عطس. تمام. فالحاجات اللي تطلع من الخين دي ممكن تيجي على مكان وانت برضه تمسك وبعد كده تاكل، او ممكن يعطس عليك انت شخصيا على طول. تمام. فده الروت اوف اكزit. خلاص. آه ممكن يكون ايه تاني؟ قال لك ممكن يكون الفيسز. في بعض الامراض بتتنقل عن طريق الفيسز. تمام. في بعض الامراض يعني مثلا زي ايه؟ زي البرهاريزيسز، البلهارزيا. البلهارزيا دي لما حد يروح، لما قصدي يعني يعمل فيسز في الترعه، خلاص، فيجي واحد تاني يشرب بالترعه دي، يتنقل له الايه؟ يتنقل له مرض يتنقل له مرض الايه؟ يتنقل له مرض البلهارزيز او البلهارزيا. خلاص. في حاجات تانية بتتنقل عن طريق اليورين، عن طريق اليورين او البول. في لما شخص برضو يروح يعمل او يعمل يورين في الترعه برضو، خلاص، فواحد تاني يشرب من الترعه دي اللي ملوثه باليورين، فلو الترعه دي فيها بعض البكتيريا او الفيروسز او اي ميكروب يتعدي. خلاص. فدي اكزامبلز على الروت اوف اكزيت. تمام. طيب في اكزامبلز بعد كده. طيب دلوقتي هو طلع، قدرت، هو دلوقتي طلع من الشخص المريض ده، عشان يروح للشخص اللي هيتعدي. عشان يروح للشخص اللي هيتعدي محتاج يسافر، محتاج يسافر. ما اكيد الشخص التاني ده مش هيجي في بقه وهيحط وشه في وشه عشان يطلع على طول من مناخينه لمناخينه او من مناخينه بقه. لا طبعا، هو بيبقى عايش جدا، المفروض يسافر. فممكن يسافر في ايه؟ بنسميه المود اوف ترانسميشن، طريقة السفر. عشان يروح للراجل التاني ممكن يسافر عن طريق الاير، في الهواء. مجرد بس انت لما تطلع مثلا انفلونزا فيروس مثلا، اه ما انت بتتنفس، انت عمال تتنفس في فيروس عمال يطلع من الرئه بتاعتك للهواء وينتشر في الهواء بتاع الاوضه. فدي اول طريقه. تاني طريقه عن طريق الاير دروبلتس. يعني ايه الاير دروبلتس؟ اللي هو رذاذ العطسه. رذاذ العطسه، لما حضرتك تعطس
تمام. فالرذاذ ده بيطلع خلاص، ممكن ينزل على زميلك على طول، او ممكن ينزل على مكان زي ما حاولنا، وزميلك بعد كده ياخد وياكل او يدخل الرذاذ ده بطريقه معينه جوه جسمه. تمام. آه في بعض الامراض التانيه بتتنقل عن طريق الكونتاكت، او بتتنقل عن طريق الايه، بتتنقل عن طريق التاتش، عن طريق اللمس. عارف زي ايه؟ مرض الجدري. لو حد يعرف مرض الجدري، مرض الجدري انت ممكن ما تبقى حاطط كمامه عادي، تبقى لابس كمامه خلاص، ما فيش اي مشكله، لابس ماسك والدنيا زي الفل. بس لما تعمل تلامس خلاص مع شخص عنده مريض جدري، يجي لك الجدري. تمام. فدي امراض بتتنقل عن طريق السكن، عن طريق الجلد خلاص، تخش جوه الجلد، وتقدر تخش جوه الجلد وتخش في جسمك وتعمل لك المرض خلاص. آه في حاجات تانية، ودي آخر حاجة. آخر حاجة في طريقة السفر اللي بيسافر بيها الفيروس، حاجة بنسميها إيه؟ بنسميها sexual intercourse. عارفين مرض إيه اللي بيتنقل بالسكشوال انتركورس؟ مرض مشهور جدا 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 جدا، اسمه الإيدز لو تفتكروا. مرض الإيدز. مرض الإيدز ده بيتنقل عن طريق sexual intercourse. تمام. يعني لما يحصل sexual intercourse between ميل وفيميل، بيقدر يتنقل المرض ده بينهم هما الاثنين يعني. خلاص. يبقى طيب، ما اخر حاجه، اخر حاجه بيخش لزميلك، يبقى خلاص مثلا اتنقل عن طريق، نعتبر الانفلونزا فيروس. الانفلونزا فيروس ده طلع من المناخير او طلع من البق، وراح اتنقل عن طريق الهواء، الاير على طول خلاص، او عن طريق الاير دروبلتس خلاص، اتنقل وراح لزميلك. بص لزميلك بيخش جسمه ازاي، اهو ده المدخل، البورتر اوف انتري، بنسميه المدخل. ممكن يخش ازاي؟ زي المخرج بالظبط. ممكن يخش عن طريق الايه، النوز. ممكن يخش عن طريق الايه، الماوث بتاع زميلك. ممكن يخش في بق زميلك على طول خلاص. بس يعني هو ده ممكن يخش برضو عن طريق الجلد، زي ما احنا قلنا السكن. مش احنا لسه قايلين في بعض الامراض زي الجدري لو انت عملت تلامس يخش لك عن طريق السكن خلاص. فده واحد من الروتس اوف انتري. تمام. بعد كده اخر حاجه خالص كده، انا وصلت للسسبكتبل هوست. السسبكتبل هوست اللي هو زميلك خلاص. زميلك ده هو او البيرسون اللي هيتأذي يعني، ده اسمه سسبكتبل هوست. يبقى تاني، دي حاجه اسمها سايكل اوف انفكشن. يعني ازاي الانفكشوس ديسيز او المرض المعدي بيتنقل بين الناس. طب ازاي بيتنقل بين الناس؟ معلش قول لي يا دكتور. ناخد الانفلونزا كاكزامبل خلاص، عشان انا بلخص الحته دي. ناخد الانفلونزا كاكزامبل. الانفلونزا، واحد عنده مريض، بنبدا بواحد عنده مريض انفلونزا، الانفلونزا فيروس جوه جسمه، في الرئه بتاعته وفي الجهاز التنفسي بتاعه. ايه اللي بيحصل؟ قال لك اول حاجه يبقى في انفكشوس ايجنت اللي هو مرض الانفلونزا، في ريسيفواير اللي هو الشخص ده خلاص. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل روت اوف اكزيت. الانفلونزا ده بيطلع المخرج بتاعه من الانسان الايه، المريض ده، فبيخرج لا اما من البق او من المناخير. طيب بعد ما بيخرج بيسافر عشان يوصل للراجل الايه، الراجل التاني اللي هيتعدي ده خلاص. فبيروح بيبقى بيحصل حاجه اسمها مود اوف ترانسميشن، يعني طريقه السفر. الانفلونزا بيسافر ازاي؟ عن طريق الهواء، الاير او الاير دروبلتس خلاص، اللي هو رذاذ العطس خلاص. لما تعطس في وش زميلك فده رذاذ العطس، او انت بتتنفس عادي في فيروس عمال يطلع من التنفس بتاعك ده، يطلع في الهواء اللي انت بتتنفسه ده خلاص. بعد كده بيروح الهواء ده او بيروح الاير دروبلتس دي لزميلك خلاص. طيب بتعمل ايه؟ بتشوف بتشوف مدخل خلاص، بتشوف بورتال اوف او روت اوف انتري خلاص. بتشوف روت اوف انتري بتخش ازاي؟ عن طريق الانفلونزا بيخش عن طريق البق او المناخير خلاص. دخل بيخش بعد كده جوه الرئه بتاعتك، وحضرتك كده اسمك سسبكتبل هوست، يعني حضرتك دلوقتي الشخص اللي هتتعدي او الشخص المعرض للعدوى كده. انت الحمد لله لا قدر الله بعد الشهر انت كده اتعديت يعني. تمام. كلام لذيذ. خلصنا ايه؟ خلصنا السايكل اوف انفكشن خلاص. يبقى تاني خدنا الانفكشوس ديسيز، خدنا الميكروبس، خدنا السايكل اوف انفكشن، ازاي العدوى بتتم خلاص. مش هطول عليك. حاجه اخيره كده او حاجتين اخريتين وهقفل. تمام. يعني قدامنا كده مثلا تلت ساعه بالكتير قوي، دونت وري، عشان عارف بس ان انا طولت عليكم يعني. طيب. اخر حاجه الفيزز اوف ديسيز. يعني ايه فيزز اوف ديسيز؟ وانا مش قلت لك ان ديسيز دلوقتي دخل، قدر يخش جوه السسبكتبل هوست؟ طيب ازاي هيعمل مرض؟ يعني دلوقتي الانفلونزا فيروس دخل جوه الرئه بتاعتك، ازاي هيخليك تعطس وتكح وتسخن وتهبط وتنام وتتعب؟ ايه اللي هيخليه يعمل كده؟ قال لك لا، الديسيز مش بيخش بشكل عشوائي يشتغل. الديسيز عنده ايه؟ عنده خطه، بيمشي على خطوات عشان يعمل لك المرض. فالخطوات دي بنسميها الفيزز اوف ذا infectious disease. يعني ايه الفيزز اوف ذا infectious disease؟ يعني الانفكشوس ديسيز بيعمل المرض ازاي؟ طيب
برضه هي صوره وهشرح عليها، ومش مطالب غير انك تبقى فاهم الكلام اللي على الصوره بس. خلاص، وتبقى فاهم الكلام اللي انا زودته على الصوره. يعني الموضوع، شفت الموضوع سهل جدا يعني. خلاص، تعال نجيبها في الصفحه اللي بعد كده اهو. تمام. ده بنسميه الفيزز اوف ذا ديسيز. بص، الفيزز اوف ذا انفكشوس ديسيز. الفيزيس يعني زي ما قلت لك مراحل الديسيز. لو انت دلوقتي رحت اتعاملت مع زميلك وخدت منه العدوى، ايه اللي بيحصل؟ اهو انت دلوقتي هنا في النقطه دي انت خدت العدوى من زميلك. خلاص، ايه اللي بيحصل؟ هتلاحظوها، اكيد هتلاحظوها لو انت تعبت قبل كده او جالك مرض قبل كده، هتلاحظ الحاجه زي كده. ان ايه؟ ان اول حاجه انت بتتعامل مع زميلك المريض ده، تفضل يومين ويمكن ثلاثه ما يحصلكش اي حاجه، تحس نفسك صحي تماما خلاص، ولا كأن اي حاجه، تقول الحمد لله شكلي ما اتعدتش، الله الحمد لله الحمد لله ما اتعدتش، تقعد تحمد ربنا. خلاص. فالبيريود دي او الفتره دي بنسميها الانكيوبيشن بيريود. اهو الانكيوبيشن بيريود هي الفتره اللي ما بيبقاش فيها اي ساينز، يبقى الفتره اللي نو ساينز، ما فيش اي ساينز او سيمتومز. يعني ايه ساينز او سيمتومز؟ ما فيش اي اعراض. نو ساينز او سيمتومز يعني لا يوجد اعراض، ما فيش اي اعراض للمرض، تحس نفسك ولا كانك خدت المرض. طب كلام لذيذ. ايه بعد كده بيحصل؟ بعد كده قال لك بتجيلك حاجه تانية بنسميها ايه الفيز اللي بعد كده، ان يبدا بقى يظهر لك شويه اعراض بسيطه كده، بنسميها برودومينال فيز. تقول شكلي اتعديت، تمام، برضه تحمد ربنا، تمام، فتقول ايه دي اسمها برودورمال بيريود. البرودورمال بيريود دي بتتميز بايه؟ بتتميز بمايلد ساينز اند سيمتومز، يعني اعراض و اعراض بتظهر لك بس بسيطه جدا. يعني ايه؟ تعطس لك عطستين، تكحل لك كحتين، ايه، تحس درجة حرارتك تزيد شرطتين بس ما تزيدش جامد، يعني 37 و3 من 10، حاجات كده بسيطة. إيه، تحس نفسك مرهق سيكا، لكن مش الأعراض الكبيرة بقى، لا، حاجات بسيطة. بعد كده بقى نخش بقى في الأعراض اللي بجد، ده بقى البيريد اوف إلنس أو المرض، بنسميها بيريد اوف إلنس. بيريد اوف إلنس يعني ايه؟ يعني أعراض بجد يا باشا. خلاص، فدي بقى الايه الريل ساينز وسيمتومز بتاعت الديسيز. خلاص، ساينز اند سيمتومز بتاعت الديسيز. خلاص، فدي الريل ساينز اند سيمتومز بتاعه الديزيز، بنسميه ايه؟ بنسميها البيريود اوف إلنس. انت كده مريض، تمام، ربنا يعافينا ويعافيكم ان شاء الله. وبعد كده، بعد كده إيه؟ بتفضل بقى يومين ثلاثه كده تعبان، وبعد كده بيجي لك حاجه اسمها بيريود اوف ديكلاين. يعني ايه بيريود اوف ديكلاين؟ يبدا المرض يقل خالص والدنيا زي الفل والدنيا بيس تبدا تلاقي الاعراض بقى ايه؟ تبدا الاعراض في الفتره دي اهو لس الاعراض اهو الساينز والسيمتومز، عارف ساينز وسيمتومز يعني اعراض. خلاص، فتبدا الاعراض بتاعه المرض خلاص ايه تديكريس، تقل. خلاص. واخر حاجه الكوفيلنس، البيريد اوف كوفيلنس او بيريد اوف ريكفري، برضه في بعض الاحيان بنسميها ريكفري. بيريد اوف كوفيلنس او بيريد اوف ريكفري. ايه في البيريد ده؟ ايه اللي بيحصل؟ خلاص بيبقى نو ساينز او سيمتومز، مفيش اي ساينز او سيمتومز. بجد والله، مفيش اي ساينز او سيمتومز. خلاص، والبيريد دي خلاص بيبقى نو ساينز او سيمتومز، والدنيا زي الفل معاك، ويعني الدنيا زي الفل. خلاص، تبدا جسمك يستعيد قواه وترجع صحي وزي الفل. خلاص، يبقى ده الفيزز اوف ديسيز. يعني ايه الفيزز؟ يعني ايه الفيزز اوف انفكشوس ديسيز؟ يعني المرض لما يخش لحضرتك يعمل ايه. خلاص، كلام لذيذ. آه آه اخر حاجه كده، حاجه على السريع حتى، بص هجيبها لك ايه، هجيبها لك حتى من الكتاب يعني على طول. خلاص، ايه هي الحاجه دي؟ دقيقه واحده. بص، كل الكلام ده احنا الحمد لله خدناه. يعني انت تيجي هنا تقرا تقرا الكلام ده، تقرا السيل ثيوري، هتلاقي شايف اهو الثلاثه بارتس في السيل ثيوري، تك تك تك، احنا الكلام ده كله كتبناه. تمام، تيجي بعد كده ايه التايبس اوف مايكروسكوبس، تقرا ادي اللايت مايكروسكوب، ادي السكاننج والالكترون مايكروسكوب اللي هم تايبس اوف الكترون مايكروسكوب، ادي الصوره اللي وضحناها، ادي الديسيزز، ادي الانفكشوس ديسيز، ادي النورمال فلورا والباثوجين. فانت تيجي تقرا الكلام ده وتذاكره بعد ما تسمع الشرح كده زي الفل، اتعشت. تمام. ادي البيريد اوف بتاع البيريد اوف الفيزز اوف انفكشوس ديسيز او البيريد اوف انفكشوس ديسيز. نكمل بس اخر حاجه بس كده على السريع، معلش، اخر حاجه. خلاص، تمام. الفاكتورز او العوامل اللي بتاثر في السبريد بتاع الديسيز. يعني ايه العوامل اللي بتاثر في السبريد بتاع الديسيز؟ يعني لو الديسيز هينتقل، اديك مثال، حاجه زي كورونا فيروس. كورونا فيروس
اللي عمل مصايب كوفيد 19 اللي عمل مصايب، والانفلونزا فيروس، مين بيتقل اكتر؟ الكورونا فيروس. ايه اللي هلا الاثنين فيروسز، ايه اللي هلا الكورونا فيروس ينتقل اكتر من الانفلونزا فيروس؟ قال لك في شويه حاجات بتقول لي ايه اللي هيخلي الفيروس ده ينتقل اكتر وده ما ينتقلش اكتر، وايه اللي هيخلي ده مش عارف ايه، وهكذا. اول حاجه هو الباثوجين ذات نفسه. يعني ايه باثوجين؟ يعني بكتيريا او فيروس اللي لو دخل جسمك يعمل لك مرض. احنا لسه واخدين يعني ايه باثوجين. فالباثوجين ذات نفسه التايب او النوع بتاعه، يعني سواء كان هو بكتيريا ولا فيروس، خلاص، والسترينث بتاعه، يعني حتى لو هو فيروس هيبقى ايه، هل هو فيروس قوي زي الكورونا فيروس ولا فيروس ضعيف زي الانفلونزا فيروس، فده بيحدد هينتشر بين كام حد من الناس. خلاص. تاني حاجه تاني حاجه ال ازاي الديسيز بينتقل. how is disease is transmitted، يعني المود اوف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن، عارفه ايه المود اوف ترانسميشن؟ ما احنا لسه قايلين طريقه السفر بتاعت الديسيز من الشخص المريض للشخص اللي هيتعدي. يعني مثلا لو الديسيز بينتقل عن طريق الهواء بس، خلاص، عن طريق الهواء هينتقل في كل الغرفه او كل المكان اللي انا قاعد فيه، خلاص، وهيعدي كل الناس الموجوده. طب لو هو بينطلع عن طريق الاير دروبلتس او الرذاذ بتاع العطسه، هيعدي الثلاثه اللي قدامي بس اللي انا بكلمهم، لكن باقي الناس في الغرفه مش هيتعدوا. ليه؟ عشان بس بينتقل عن طريق العطسه. لازم الشخص يبقى قدامي واعطس عليه، تمام، او اعطس على ايده او على هدومه هو، بعد كده يستخدم الهدوم دي فيتعدي، تمام. لكن لو هو بينتقل عن طريق الاير، لا دي مصيبه. فالاير بيخلي الديسيز ينتقل اكتر من الاير دروبلت، وهكذا بقى، فاهم؟ خلاص. طيب، رقم ثلاثة، حضرتك أو الإنسان، هل الإنسان ده عنده immunity أو مناعة، عنده مناعة قوية ولا مناعة ضعيفة؟ يعني لو الناس كلها عندها مناعة ضعيفة المرض هينتشر بينهم أكتر، تمام؟ رابع حاجة ال people behaviors and hygiene، يعني من الآخر كده نظافتك الشخصية، تمام؟ لو واحد بيهتم بنظافته الشخصية والناس بتهتم بنظافتها الشخصيه، المرض مش هينتشر بين الناس جامد، خلاص، المرض هينتشر بين ناس قليله جدا. واخر حاجه السراوندينج انفايرمنت، او الايه، البيئه اللي حواليك، زي درجات الحراره تمبريتشر. في مثلا فيروس زي الكورونا فيروس مثلا عشان ينتقل محتاج درجات حراره عاليه شويه. الانفلونزا فيروس نفس الكلام، محتاج درجات حراره عاليه شويه. في بعض الفيروس الثانيه لا، بتحتاج درجات حراره قليله. او برضه الهيوميديتي يعني ايه؟ يعني الرطوبه. في فيروس بتحتاج رطوبه عاليه، في فيروس بتحتاج، فلو في رطوبه عاليه الفيروس اللي بيحتاج رطوبه عاليه هينتشر اكتر، لكن لو في رطوبه قليله الفيروس اللي بيحتاج رطوبه عاليه مش هينتشر جامد. خلاص. فيبقى دي العوامل اللي بتاثر على، بصوا اخر حاجه هناخدها هي دي، تمام. يبقى احنا خدنا دلوقتي العوامل او الفاكتورز اللي بتاثر على انتشار الديسيز. خلاص الجزء ده عشان بس ايه، انا عارف ان انتوا تعبتوا معايا. خلاص. فدي العوامل او الفاكتورز اللي بتاثر على انتشار الديسيز. خلاص. ايه هي؟ قلنا حاجتين ليهم علاقه بالباثوجين او الميكروب او الفيروس او البكتيريا اللي هيعمل المرض. اول حاجه التايب اوف باثوجين، هل الباثوجين ده بكتيريا ولا فيروس؟ لو هو بكتيريا بيكون غالبا اقوى. خلاص. طيب، تاني حاجه الايه، هاو ذا ديسيز از ترانسميتد، ازاي الباثوجين ده او ازاي البكتيريا او الفيروس ده بيتنقل. خلاص، زي ما قلت لك، لو هو بيتنقل عن طريق الهواء اصعب، لو بيتنقل عن طريق الاير دروبلتس او رذاذ العطسه لا سهل، يعني او مش هينتشر بشكل جامد. تالت حاجه الاميونيتي، الناس دي الاميونيتي. تالت حاجه او تاني حاجتين، يبقى اول حاجتين ليهم علاقه بالايه، بالباثوجين اللي هو البكتيريا او الديسيز. تاني حاجه البكتيريا او الفيروس. تاني حاجه هما حاجتين ليهم علاقه بالايه، بالناس. الناس دي مناعتهم شكلها ايه؟ لو مناعتهم قويه انتشار المرض هيكون قليل، لو مناعتهم ضعيفه انتشار المرض هيكون عالي. تاني حاجه الايه، البيهيفيرز او الهيجين او نظافتهم الشخصيه. طب وخامس حاجه واخر حاجه الانفايرمنت اللي هم عايشين فيها، البيئه اللي عايشين فيها. درجات الحراره بتفرق، يعني في زي ما احنا قلنا على حسب لو فيروس بيحتاج درجه حراره عاليه زي مثلا كورونا او الانفلونزا فيروس لا بينتشر بسرعه، لو درجه الحراره قليله هينتشر بطيء، تمام. اخر حاجه خالص الكنترول اوف انفكشوس ديسيزز، التحكم في الانفكشوس ديسيزز، تمام. بيقول لك ايه، ازاي انا اتحكم في الانفكشوس ديسيز ده واحاول اقلله. يعني المرض اللي بينتشر او المرض المعدي ده وليكن الانفلونزا، ازاي احاول اقلله؟ قال لك في شويه حاجات بنعملها. فاكر اول حاجه بنعملها ايه؟ فاكر السايكل اوف انفكشن اللي احنا درسناها دي كان اسمها سايكل اوف انفكشن، وازاي المرض بينتقل بين الناس. بذاكرها كويس. يبقى اول حاجه
بستدي السايكل، الديسيز سايكل كويس جدا. خلاص. طب ليه بس بعمل لها ستادينج كويس جدا؟ عشان اعرف انا ممكن ازاي اوقف السايكل دي. لو قطعت السايكل دي او لو عملت كاتنج او بريك للسايكل دي، خلاص، الدايره دي لو عملت لها وقفتها، الديسيس مش هينتشر بين الناس، فبالتالي الديسيس مش هيعمل لي مشكله، صح؟ تمام. ده اللي انا بحاول اعمله، ده انا بحاول اعمله، بذاكر السايكل دي كويس، بشوف مثلا انفلونزا فيروس بيطلع عن طريق البق والمناخير وبيروح ينتشر عن طريق الهواء، بعد كده بيروح للشخص التاني عن طريق البق والمناخير. طب انا ممكن اعمل ايه لو انا لبست كمامه؟ مش هيطلع، همنع البورتال اوف اكزيت، او همنع الايه، همنع الخروج، همنع المخرج بتاعه. طب لو الشخص اللي هيتعدي لابس كمامه هيمنع الدخول. فاهم؟ يبقى انا بعمل كده عشان احاول اوقف في انتشار الديسيز. فاول حاجه ممكن اعملها هي ايه؟ هي انا اوقف المود اوف ترانسميشن. زي ما قلت لك، لو ديسيز بينتقل عن طريق الهواء، اهل الناس تلبس كمامات. فالناس لو في ديسيز هيطلع او في فيروس او بكتيريا هيتحبس في الكمامه، مش هيطلع بره الكمامه او مش هيطلع بره الماسك. خلاص. طب لو في ديسيز مثلا بينتقل عن طريق الكونتاكت، اقول للناس ما تسلموش على بعض. كورونا فيروس كان بينتقل عن طريق الكونتاكت، عشان كده كانت ناس بتقول ما تسلمش على حد تاني. ليه؟ عشان كورونا فيروس ممكن ينتقل على ايدك، وبعد كده من ايدك لبقك، ويعمل لك مشكله. خلاص. تاني حاجه ممكن اعملها، يبقى دي اول حاجه ممكن اعمل ايه، ممكن اوقف اهو، اوقف المود اوف ترانسميشن ده، اوقف السفر اللي بيعمله الديسيز، فخلاص. طب تاني حاجه ممكن اعملها، اقتل الريسيفوار. طب ما الريسيفر ده ممكن يكون بيبول، لا هو بص، هو لو هيومن مش بقتله، بحاول اعالجه واعزله كده. لكن لو مثلا في انيمال هو اللي عنده انفلونزا، بقتله. تسمعوا عن اعدام الحيوانات؟ ان انا بعدم بقره او بعدم معزه، خلاص، او بعدم كده، لان المعزه او البقره دي بيبقى عندها مرض، والمرض ده ممكن ينتقل للبشر، فبقتلها وبتخلص منها خلاص. تمام. فانا ممكن اعمل كده لو الريسيفوار ده مش انسان. خلاص. برضو لو ايه مثلا يبقى بعمل ديستراكشن ريسيفوار. تاني حاجه اهو، بعمل ديستراكشن ريسيفوار. اهو ديستراكشن ريسيفوار. تمام. يعني مثلا ايه، زي ما قلت لك، لو كان حيوان او لو كان مثلا مثلا تيبل مثلا، في تيبل مثلا، التيبل دي كان بياكل عليها واحد عليه عنده كورونا، فانا اعمل ايه، اولع في التيبل كلها. فبالتالي انا متاكد ان كل الديسيز والامراض كل الفيروس مات وكل حاجه، فانا متاكد ان مش هيحصل مشاكل. فاهم؟ بدل ما يجي حد يستخدم الترابيزه دي فيتنقل له كورونا، وده عامل مصيبه. فدي تاني ميثود ممكن نعملها. تالت ميثود ممكن نعملها هو ان احنا نقفل او نوقف الانفكشوس ايجنت، اللي هو البكتيريا او الفيروس، نموته. البكتيريا او الفيروس، يبقى نعمل ديستركشن للبكتيريا او الفيروس، نموته. بنعمل كده ازاي؟ نرش الكحول. عارفين نرش الكحول؟ نرش الكحول على ايدينا عشان لو في فيروسز او بكتيريا على ايدينا نموتها. خلاص. واخر حاجه، اخد بالي من الفود والووتر. يعني الفود والووتر انضفهم. الميه ما ينفعش اشرب ميه من النيل على طول، لازم تعدي على محطات تنقية الميه وتشيل وتتاكد ان ما فيهاش فيروسز او بكتيريا. الاكل اللي باكله ده لازم اتاكد ان الاكل ده ما وقفش عليه دبان، ما عملش مش عارف ايه، فده بنسميه سانيتي كنترول، يعني النظافه بتاعه الفود والايه والووتر. الحمد لله يا شباب كده. الحمد لله خلصنا. كنت ناوي على فكره، كنت ناوي اخد الانفكشوس ديسيز والديسيز والهيومن سستينابيلتي، تمام، حتى تلاقوني ان انا ايه، كنت كاتبهم يعني. بس خلاص، بما ان احنا طولنا واتكلمنا شويه على ستيم وحوارات ستيم، فمش مشكله يعني. كده احنا خلصنا ايه، كده احنا خلصنا الديسيز الحمد لله، الانفكشوس ديسيز او المرض المعدي. خلاص. وهناخد دلوقتي، هناخد المره الجايه ان شاء الله النون انفكشوس ديسيز والهيومن سستينابيلتي، ونكمل باقي اللي ان شاء الله. ان شاء الله المره الجايه مش هنطول يعني، احنا بس المره دي طولنا بس عشان ايه، عشان بس اتكلمنا شويه على ستيم وحكينا شويه في البتاع، لكن دونت وري يعني. حد عنده اي اسئله يا شباب؟ شباب انتوا معايا اه ولا معاك. متوا؟ شباب. مع حضرتك يا مستر، شكرا، مفيش. تمام. العفو. شكلكم تعبتوا قوي. لا، احنا عايزين ننام بس عشان النهارده ما صحينا بقول برضه متأخر. صوتك مش صعب، خلاص مش مشكلة. خلاص تمام ان شاء الله. زي ما قلت لكم، السيشن دي ان شاء الله متسجلة الحمد لله. ان شاء الله الريكورد ده هيتبعت هرفعه على جوجل درايف. كنت هتلاقي جوجل درايف عليه ايه، عليه الفيديو ده، وعليه الفايل اللي انا بشرح منه ده، الفايل اللي انا بكتب واشخبط فيه، وعليه الفايل الكتاب. خلاص الكتاب موجود برضه ان شاء الله، هيكون موجود. وهتلاقي كمان، تمام مش مشكلة يا فارس. وهتلاقي ايه كمان عليه، مش مشكلة يا فارس، اتفضل يعني، مفيش مشكلة خالص. يعني
الصوت مش واضح، حل الصوت بس شويه. الصوت مش واضح، حل صوتك شويه معلش. خلاص تمام. anyway، نكمل. زي ما قلت لك هتترفع السيشن دي، هتترفع الفايل اللي انا بشخبط فيه، وهيترفع الكتاب. فانت كده معاك كل حاجه على جوجل درايف. وعلى اليوتيوب هيترفع الايه، هيترفع الفيديو، وهيبقى من تحت في الكومنتس، من سوري مش في الكومنتس، في الديسكربشن او في الكومنتس، هيبقى موجود اللينك بتاع الايه، اللينك بتاع ال الجوجل درايف، عشان لو عايز برضو تشتغل او تروح تشوف جوجل درايف. شكرا يا شباب، اتشرفت بيكم جدا، واتمنى يكون الشرح عجبكم ان شاء الله. واتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. ذاكر اول باول، يعني لو انت عندك وقت دلوقتي ما يعني ابقى خش يعني اقرا كده الكتاب. اقرا لحد الجزء اللي احنا خدناه. احنا خدنا لحد فين؟ احنا خدنا لحد زي ما قلت لك، خدنا لحد الكنترول اوف ايه، الكنترول اوف نون، الكنترول اوف الانفكشوس ديزيز. فانت روح اقرا في الكتاب لحد صفحه 5. خلاص، يبقى لحد صفحه 5. اقرا في الكتاب او بيج نمبر 5، اقرا اهو لحد هنا. تمام، وبس يعني. شكرا يا شباب، وذاكروا اول باول زي ما قلت لكم. ولو حد عنده اي مشكله، لو حد عنده اي مشكله مع المذاكره مع ستيم او كده، كلمني على الخاص او على على الواتساب. وان شاء الله هنعمل جروب مناقشات برضو، يعني ان شاء الله هعمل جروب مناقشات، عشان لو انتوا عايزين تكلموا بعض او تسالوا بعض او تستفسروا عن حاجه، هعمله ان شاء الله وابعت اللينك بتاعه. شكرا، اتشرفت بيكم. ان شاء الله السيشن بتاعتنا هتكون ان شاء الله يوم الخميس الجاي. ثانك يو فيري ماتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا يا شباب.